تخيل معايا تبقى سائق كنوز، واحدة من أخطر وأمتع المهن اللي أنت ممكن تقابلها. فهم بيسافروا حوالين العالم بحثا عن الأطلال أو زي ما بيسموها كده خزائن الكنوز، وبيجمعوا كل الآثار المخفية جواها وبيبيعوها بأعلى ثمن. وكل ما زادت قوة الخزينة زادت معاها قوة الوحوش وزاد الخطر على حياتك، وبالتالي هتزيد الثروة والمجد اللي هتحصل عليهم لو انتصرت. وبنشوف مجموعة من الأطفال هم بيتعاطوا مع بعض إنهم لما هيكبروا هيكونوا صيادين كنوز مشهورين ويدخلوا على كل خزائن الكنوز اللي موجودة في العالم. الواد ده بيقول لهم إحنا لما نكبر هنكون أفضل الأبطال في العالم، احنا الست اكيد هنقدر نعملها، هنحصل على كل من الثروه والمجد مع بعض، وفي يوم من الايام هنروح كلنا على العاصمه الامبراطوريه ونأسس اقوى فريق هناك. بتعدي السنين والعيال بتكبر وبقوا فعلا من اقوى واشهر الصيادين في العالم كله. وجوه العاصمه الامبراطوريه بنشوف بطلنا الملثم وهو بيتمشى متوجه على مكان معين، وبنعرف منه ان الصيادين بيتم اعتبارهم ابطال داخل العاصمه الامبراطوريه، وده اللي خلى معظم الناس بقى حلمها انهم يصبحوا صيادين. والعشيره اللي بتتربع على قمه عالم الصيادين هي عشيره الخطوات الاولى، واحده من اشهر العشائر جوه العاصمه. والنهارده اخيرا قرروا انهم يجروا مقابلات ويقبلوا بعض الاعضاء الجدد لعشيرتهم. بطلنا بيوصل على المكان وبيلاقي عدد كبير من المغامرين واقفين في الطابور، بيروح يقف وراهم، وبنعرف ان العشيره تبقى عباره عن مجموعه من الفرق او الاحزاب المجتمعين مع بعض، فكل صياد عنده حد معين يقدر يوصل له لوحده. علشان كده لو عايز تزود من تقدمك فلازم تنضم لحزب قوي وترفع من مستواك معاهم. بطلنا بيبقى محبط وبيقول في نفسه للاسف انا فشلت في اني اعمل كده، وبتقطع تفكيره البنت اللي واقفه وراه بتقول له هو انت كمان جاي علشان تنضم للحزب صح؟ انا اسف علشان اتكلمت فجاه بس انا لقيت الكل ساكت ومتوتر فقلت ابدا انا. بتعرفوا على نفسها وبتقول له ان اسمها يبقى رودا رونبيك، اترقيت مؤخرا وحاليا انا صياده من المستوى الثالث. بتمد له ايديها علشان تسلم عليه بس الواد بيرفض وبيقول لها وانا اسمي كري اندري، انا كمان اتشرفت بمعرفتي كرودا. بتكمل كلامها بتقول له انها لحد دلوقتي كانت صياده منفرده، ولكن في الفتره الاخيره حاولت تدخل على خزينه كنوز بتاع الذئب الابيض وما قدرتش تعمل حاجه لوحدها، علشان كده هي عايزه تنضم لحزب قوي. في الوقت ده بيقطعها واحد من اللي واقفين وبيقول لها انت عبيطه، حاولت تدخلي على الذئب الابيض وانت لسه في المستوى الثالث، احنا هنا في العاصمه ممكن يكون المستوى الثالث متوسط في بعض الاماكن، ولكن هنا انت مش اكتر من مبتدئه، ارجعي على بيتكم قبل ما تتعوري. البت بقى بتتعصب جدا من كلامه وخلاص ناويه تقتله، بتطلع سكاكينها ولسه هتبدا، ولكن في الوقت ده بيجي واحد من المشرفين وبيوقفهم، بيقول لهم اكتر من كده وهتتمنعوا انتوا الاثنين من الانضمام للعشيره بتاعتنا. البت في ثواني بقى بترجع سكاكينها وبتقول له ده انا كنت بهزر معاه مش اكتر. وبعد شويه بيدخلوا على النقابه وبتصدموا من عدد الصيادين المتجمعين جوه. رودا بتقول له انا اول مره اشوف حاجه زي دي، هو انت جيت هنا قبل كده؟ قال لها تقريبا دي المره الخامسه ليا، 5 مرات ومفيش حد قبلك. رودا بتتاسف منه ولكنه بيقول لها عادي، كده كده المهاره هي كل حاجه بالنسبه للصيادين، فالناس اللي عندها الموهبه هيقدروا يتسلقوا سلم الرتب بسرعه ويصنعوا اسم لنفسهم، اما اللي ما عندوش موهبه زي حالاتي فلازم يمسك الفرص القليله المتاحه ليه. رودا بعدها بتساله بتقول له امال يطلع ايه الحزب اللي المغامرين كلهم متجمعين حواليه ده؟ بيقول لها دول يبقوا اعضاء ارك الشجعان، من بين كل الاحزاب اللي بتعمل مقابلات فدول هم الاقوى، قدروا يفتحوا خزينه كنوز قبل كده من المستوى السابع ب6 اعضاء بس. بالمختصر دول هم نخبه النخبه. وبالمناسبه الواد ابو شعر اصفر ده هو القائد بتاعهم ارك رودن، ويبقى صياد من المستوى السابع. لو قابلك في فريقه فانت كده خلاص هتبقى ضمنت مستقبلك كصياده، ولكن على حد علمي يعني فهم عمرهم ما قابلوا حد من المقابلات دي. بتقول له طب والكرسي الفاضي اللي هناك ده تبع حزب مين؟ في الوقت ده بيجي نفس الشخص اللي شفناه من شويه واللي بيدعى جري، بيقول لها بما انك جاهل قوي كده فانا هكسب فيك ثواب واقول لك دي تبقى طاوله الحزب اللي اسس عشيره الخطوات الاولى واسمهم هو النفوس الحزينه. البت بتتصدم من كلامه، وبنعرف ان الحزب ده هيبقى مكون من 6 اشخاص بس، وصلوا على العاصمه قبل بضع سنوات وموهبتهم الفريده قدروا انهم يصنعوا لنفسهم اسم وبقوا من اقوى الاحزاب اللي في العاصمه، وكل واحد فيهم بمثابه قنبله متفجره. وهم دول نفس العيال اللي شفناهم في اول الحلقه وفوا بعدهم وحققوا حلمهم. جري بيقول لهم في شائعات بتقول ان النفوس الحزينه ناويين يقبلوا اعضاء جدد السنه دي لاول مره، وعلشان كده في اقبال هائل من المغامرين السنه دي. ومش بس كده، ده كمان في عدد كبير من الصيادين المعروفين وبرضه جايين علشان ينضموا ليهم. عموما لحد دلوقتي مفيش حد منهم اجا، يبدو كده انها كانت مجرد اشاعه. في الوقت ده واحد من المغامرين بيبدا يزعق وبيقول لهم انا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده، انا جيت هنا علشان سمعت انهم هيظهروا. بيفضل يتكلم عن نفسه ويقول لهم انا مؤخرا بقيت صياد من المستوى الرابع، كنت ناوي اتواضع وافق ان انضم للنفوس الحزينه. في الوقت ده بتجيله بنت من العشيره وبتقول له انا هعرفك مقامك. صاحبها بيحاول يمنعها ولكنها مصممه، بتقول له الموضوع مش هياخد مني ثانيه واحده، انا هرمي الواد ده بره النقابه، هو ده اللي اختي كانت هتعمله لو كانت هنا. بيقول لها يا بنت نائب القائد قال لك ما تعمليش اي مشكله، طنشيه وخلاص ده كده كده عيل غبي. الواد بقى هو كمان بيتعصب وبيقول له مين ده اللي غبي وبيستل سيفه. باقي المغامرين بقى هم كمان يسكتوا، الترابيزات بتتشد والمغامرين بسرعه بيشكلوا حلقه حواليهم وبيسخنوهم اكتر، بيقولوا لها وري الواد ده اللي الخطوات الاولى تقدر تعمله. النص التاني هو كمان بيشجع الواد وشكلها كده هتولع. البنت وقتها بتاخد وضعيتها وبتبدا تسخن زي جوكو. بطلنا بيقول لرودا تعالي نمشي من هنا بسرعه والا هنتورط في الموضوع. في نفس الوقت ده كانت المعركه على وشك البيت والواد بيجهز في هجومه، ولكن فجاه البنت بتحس بهاله معينه بين الحضور
بتدور. ايوه بتعرف ان هو بتتجاهل الواد بسرعه، بتدي البطانه ضربه كسرت بيها الحيطه. بتقول له انت من امتى وانت هنا؟ ارك هو كمان بيجي يقول له ايه اللي اخرك كل ده؟ من غيرك يا رئيس العشيره فاحنا ما نقدرش نبدا اي حاجه. ايوه صديقي، الواد ده هو مؤسس عشيره الخطوات الاولى وقائد حزب النفوس الحزينه. حرفيا كلهم بيكونوا مصدومين. في العصر الذهبي لصياد الكنوز وسط كل المواهب الصاعده كان في شخص واحد بس قدر يتغلب على الكل ويأسس الحزب الاقوى برفقه اصدقاء طفولته، والشخص ده هو كري اندري، صياد من المستوى الثامن. هو ده السادس بتاعهم، ودلوقتي بس عرفنا هو ليه كان مخبي وشه. كري وقتها بيبدا يفتكر اللي حصل له وازاي وصل للمنصب ده. بيفتكر قبل عده سنين لما كانوا لسه واصلين على العاصمه وكانوا بينهوا خزائن الكنوز بتاعت المبتدئين بسرعه قياسيه، وفي خلال ما كانوا عمالين يقاتلوا جوه احد الاطلال بيجي وحش من وراه ولسه يخلص عليه، ولكن واحد من صحابه بيدمر الوحش وبينقذه، وده بقى كان هو الوحش الاخير. الواد وقتها قال له انت كنت بتلعب دور الطعم علشان تخلينا اخلص عليه صح؟ انت فعلا عبقري يا كري. ولكن في الحقيقه صديقي هو ما كانش شايفه اصلا. استمر الوضع على كده وكري بدا يدرك فرق الموهبه اللي بينهم، فحرفيا الخمسه التانيين كانوا وحوش بامكانيات هائله، عكسه هو اللي ما عندوش اي موهبه او مهاره مميزه. كري وقتها ادرك انه في يوم من الايام هيصبح عائق قدام نجاحهم، ولانهم اصدقاء طفولته فمحدش فيهم كان هيقول له حاجه، علشان كده قرر انه ياخد القرار بنفسه ويغادر الحزب ده. وفعلا بيجي اليوم وكري بيقول لهم على قراره، بيشكرهم على كل حاجه عملوها معاه وبيقول لهم انا متاكد ان كلكم هتبقوا صيادين اقوياء، اتمنى تتفهموني. ولكن وقتها الواد ابو شعر احمر قال له انا بقالي فتره بفكر في الموضوع، احنا لحد دلوقتي لسه محددناش قائد للحزب بتاعنا، علشان كده خليك انت القائد يا كري. الباقيين هم كمان بيعجبهم الموضوع وبيأيدوا فكرته. كري وقتها كان هيتجنن، بقول لكم عايز غادر، بس كلهم بيطنشوه وبيتجاهلوا كلامه. ومن هنا بقى بدأت كل حاجه. كري بقى القائد والحزب اتشهر واكتسب سمعته بسبب الخمسه التانيين الموهوبين. كري وقتها اصبح عنده حلم واحد، وهو انه يتقاعد من كونه صياد ويفضل قاعد في البيت. يعني صديق الواد بقى صياد من المستوى الثامن بالغلط. نرجع بقى للحاضر وكري بيروح يقعد على كرسي العشيره. ارك بقى بيروح يطبل له، بس البت الثانيه بتقول له ابعد عن الزعيم يا ملزق. بيطنشها وبيكمل كلامه وبيقول له بقى انت كنت متخفي بين عامه الناس علشان تراقب الصيادين مش كده؟ علشان كده بقى امرتنا نيجي بهدومنا الرسميه وانت جاي بهدوم البيت. كري بيقول له يا عم والله كل اللي فيها اني صحيت متاخر فما كانش عندي وقت استعد والبس هدومي. ارك بيقول له فهمتك، ما انتش عايز حد يعرف خططك، ولسبب ما فما فيش حد بيستمع لكلامه. البنت ما بتبقاش طايقه ارك وبتقول له الواد ده مستفز قوي، خلينا نشطب اسمه من العشيره. وبنعرف ان البنت دي بتدعى تينا، صياده من المستوى الرابع وتبقى متدربه عند صديقه طفولته ليز. نرجع بقى للمهم وارك بيساله اذا كان في حد اثار اهتمامه بين الحشود. بيقول له للاسف احنا مش محتاجين له اعضاء في الوقت الحالي، يعني شكلنا مطولين هنا. ولكن ساعتها بتخطر على باله فكره هتخليه يعرف يرجع البيت بسرعه. بيقول له لو قلت لك ان في عضو معين في بالي هل هتقبله؟ قال له طبعا، انا بثق فيك وفي كل قراراتك. المغامرين كلهم بيتصدموا اول ما بيعرفوا ان حزب ارك اخيرا هيقبل حد. مساعدته بتحاول تمنعه ولكنه بيقول لها عضو واحد بس مش هيعمل لنا مشكله. كري بيقول له يعني اي عضو مهما كان؟ قال له ايوه ما دام انت اللي هتوصي عليه. تينا بتبقى مفكره انه هيختارها هي وبتقول له ده شرف عظيم ليا انك تختارني انا، بس انا مش هنضم غير للحزب بتاعك وبس. في الوقت ده الواد ابو شعر احمر بيبدا يعمل مشاكل من تاني. بيقول لهم لو هتموتوا قوي كده عليا وعايزين ننضم ليكم فانا ممكن افكر في العرض بتاعكم. يا عم محدش يعرف انك عايش اساسا. كري وقتها بيتكلموا وبيقول له انت قلت انك صياد في المستوى الرابع، قول لي على اسمك. بيقول له اسمي هو جيلبرت بوش ولقبي هو سيف العذاب. كري بيفكر وبيقول في نفسه واضح عليه انه مستوى متوسط، ولكن لما ارك واللي معاه يدربوه اكيد مستواه هيتطور. انا كده كده ما بعرفش احكم على الناس علشان كده اي حد هختاره هيبقى بالحظ. بيقول له تمام يا جيلبرت، انا هوصي ارك عليك، ولكن عندي شرط واحد. في رايك ايه هي اهم حاجه بالنسبه للصياد؟ اهم حاجه هي انه ما يخسرش. لو انت كنت ضعيف وناسك قوه فانت كده هتعرض حزبك للخطر، علشان كده عايزك توريني قدرتك على عدم الخساره. بالمناسبه من ساعه ما انا بقيت صياد وانا عمري ابدا ما خسرت. كلهم بيتصدموا، معقوله في حد عمره ما خسر؟ طبعا الصديق ده لانه عمره ما دخل في قتال حقيقي قبل كده. بيقلع واحد من خواتمه وبيقول لهم اللي هيحصل على الخاتم ده هو اللي انا هوصي بيه الحزب ارك الشجعان. كل المغامرين وقتها بيتحمسوا. كري بيرميه فعلا وجلبرت لسه هياخده، ولكن تينا بتهاجمه وبوم في نص وشه. ابعد ايديك عن الخاتم يلا. الخاتم بيقع على الارض وساعتها كل المغامرين بيبداوا طحن في بعض علشان يحصلوا عليه. كري بيقول لهم الخاتم ده اثري، اللي هيحصل عليه يقدر يحتفظ بيه، ربنا معاكم انتوا بقى. بيودع رودا وجري وبعدها بياخد بعضه وبيسيبها تولع باللي فيها، وكده اخيرا هيقدر يرجع للبيت بسلام. وفي اليوم اللي بعده كري بيتصدر عناوين الاخبار والنائبه بتعرفه ان الخناقه كبرت زياده عن اللزوم وانتهى بهم الوضع بتفجير المكان. بيقول لها اهم حاجه بس مفيش مدنيين اتصابوا صح؟ بتقول له لحسن الحظ ما كانش فيه اي اصابات، بس الجمعيه عايزه تتكلم معاك بخصوص الاضرار اللي حصلت. بيقول لها طب وارك ما قالش اي حاجه؟ بتقول له قرأ المقاله وقعد يضحك. الله عظيم، في الحاله دي ابعت لي فاتوره اصلاح المبنى على حساب ارك، بيخليه كمان يروح على الجمعيه مكاني علشان انا مش فاضي. بتقول له مش ملاحظ انك بتعتمد على ارك زياده عن اللزوم؟ عموما رئيس الجمعيه طلبك انت بالاسم. كري وقتها بيعرف ان مفيش مهرب، لو انا ما رحتلوش هيجي لي هو بنفسه. بيقول لها بس انا مش عايز اروح من غير حراسه، الاداه اللي انا كنت بستخدمها في التخفي خلاص اتكسرت، وكانت عباره عن قناع سحري بيتلبس وبيغير شكل الوش لاي شخص انت عايزه، وهو كان بيستعملها في اغلب الوقت. بتقول له يا عم مفيش حد هيهاجمك دلوقتي، انت جبان كده ليه؟ بيقول لها عمرك ما هتفهمي احساسي ابدا. عموما كده
كده ما عنديش خيار غير ان اروح له بنفسي. وبعد شويه بنشوفه هو حان راسه وبيعتذر لزعيم الجمعيه على المشاكل اللي هو عملها. بيقول له ما كانش قصدي والله نيتي ما كانتش وحشه، واتاكدت ان ما فيش ولا مدني اتعرض للاصابه، وبعدين اعمل ايه يعني؟ عمري ما كنت هقدر اوقف الخناقه دي. الطريقه الوحيده كانت ان اسيبها تخلص مع نفسها. وطبعا واضح من شكل الزعيم اللي كان هيحصل له لو هو ما جاش واعتذر. وبعدين هو مش الضرر الوحيد اللي حصل كان في المبنى، الضرر المادي اهون من الجسدي. وكده كده مفيش حد قدم شكاوي لحد دلوقتي، ده غير ان اعرف صاحب الحانه من زمان وهو طيب وهيسامحنا. المساعده بتاعته بعدها بتهديه وتقول له هو خلاص عرف غلطه. بتديله كتاب كده والزعيم بيقول له اي نعم مفيش حد قدم شكاوي رسميه، بس عشيره زي الخطوات الاولى لازم تكون قدوه لباقي العشائر، علشان كده لازم تتعرض لعقاب ولو بسيط. كريس ساعتها بيفهم اللي فيها، بيقول له انت عايزني انفذ لك مهمه رتيبه مش كده؟ وبنعرف ان الجمعيه هي المسؤوله عن توزيع المهام على كافه الصيادين، ومن بينها بيكون في بعض المهام اللي محدش من الصيادين بيكون عايز ياخدها، وده لسبب ان يا اما فلوسها قليله او وقت تنفيذها ضيق او صعبه جدا لدرجه ان محدش عايز يوجع دماغه فيها. والصيادين بقى بيطلقوا على النوع ده من المهام اسم المهمات الرتيبه او المهمله. كري بيحط رجل على رجل وبيحاول يتفاوض معاه، بيقول له لعلمك الموضوع مش سهل عليا، انت صياد سابق وكده عارف مدى رخامه المهمات دي. ولكن الزعيم بنظره واحده بيخليه يعيد تفكيره مره ثانيه، بيقول له اختار لك مهمه يالا. وفعلا بيمسك الكتاب وبيقول في نفسه احاول اختار واحده سهله واديها الارك ينفذها. بيفضل يدور لحد ما بيلاقي المطلوبه، بيقول له هاخد دي، مهمه استعاده جثث في خزينه كنوز من المستوى الثالث. المساعده بتقول له دي مهمه انقاذ، متاكد انك عايزها؟ بياخدها فعلا، وبعد ما بيمشي الزعيم بيضحك وبيقول طول عمره ما بيعرفش يختار. المهمه اللي هو اخدها دي تبقى اصعب واحده فيهم. جري بقى بيرجع على مقر العشيره وما بيلاقيش ارك هناك، وتينا بتعرفه ان تم استدعائه من قبل بعض النبلاء علشان ينفذ لهم مهمه معينه، وقال انه هيغيب لفتره. بياخد باله ان هي حصلت على الختم بتاعه، وتينا بتقول له ما حبيتش حد يحط ايده على الختم بتاعك غيري. بيقول لها بالمناسبه يا تينا هو انت فاضيه دلوقتي؟ البنت بتفرح وتقول له طبعا فاضيه، انا كنت مستنياك طول الوقت ده. الله عظيم، في مهمه كده من الجمعيه عايزك تنفذيها. البنت اول ما بتسمع كده بتطلع تجري، ولكن على مين؟ بيطلع سلسله سحريه من معاه وبيقول لها وراها. وبعد شويه بترجع له بتينا وهي متكلبشه، وتينا بتقول له دي اكبر صدمه في حياتي، عمري ما توقعت انك هتعمل فيا كده، وفوق كل ده اعطيني مهمه مستحيله، انا لسه في المستوى الرابع، ازاي هنقذ 5 اشخاص لوحدي؟ انا عارفه انك بتبعتنا في مهمات صعبه نواجه فيها الموت علشان تخلينا اقوى، بس انت كده بتبالغ قوي في تدريبك. الواد بيقول في نفسه تدريب ايه؟ بيلقي نظره على المهمه وبيقول لها مش فاهم، يعني انت مشكلتك انك مش عايزه تروحي لوحدك؟ في الحاله دي يبقى انا عندي فكره. وبيستدعي نفس الثلاثه اللي شفناهم في الاول، جيري ورودا والواد المغرور جيلبرت، وصباح الفل كده فالاربعه كلهم مش طايقين بعض. جيري بيبقى في قمه سعادته ده لانه اخيرا هيقدر يرجع للبيت ويسيب الشغل كله لتينا. وبنشوف فلاش باك ليه هو واصحابه لما وصلوا على الجمعيه لاول مره قبل 6 سنين علشان يسجلوا فيها. جيري كعادته بيبقى خايف وبيقول لهم ما تيجوا نروح وخلاص. بيقولوا له هو مش انت اللي قلت لنا ان احنا لازم نتغلب على كل الصيادين ونتشير في العاصمه؟ هنعملها ازاي بقى من غير ما نكون حزبنا؟ بيقول لهم قلت لكم مليون مره اني مش زيكم، انا هكون عبء عليكم مش اكتر، انا عايز اروح. الواد ابو شعر احمر بيقول له انت مكبر الموضوع ليه؟ بيروح يشوط الباب وبيقول لكل الموجودين حد فيكم يقدر ينافسني؟ اسمي هو لوك سايكل، اقوى سياف في العالم. البت التانية هي كمان بتيجي وبتقول له ازاي تقدم نفسك قبلي؟ بتنادى على الموجودين هي كمان وبتقول لهم اسمي هو ليز سمارت، انا هي اعظم لصه في العالم. افرح ياض منك ليه؟ احنا هنا علشان نسجل اسامينا كصيادين كنوز، المفروض تكونوا فخورين بحاجه زي كده. كري يا عيني بيبقى هيموت من الرعب. لوك بقى بيروح يتكلم مع شخص ضخم بعضلات وبيشرح له ان الشخص القوي فعلا مش محتاج انه يعتمد على سلاح، بمعنى تاني بما اني بستعمل سيف خشبي بس فانا كده اقوى شخص في العالم كله. فهمت يا اسطى؟ الراجل بيبقى واخده على قد عقله وكري هيموت من الاحراج. بيروح يتكلم مع الموظفه بيقول لها هو عادي كده تبقى مجانين زينا؟ بتقول له بنعملها من وقت للتاني. بتديله استماره كده بتطلب منه يسجل اسم الحزب بتاعهم والشعار بتاعه. كري بيفكر في اسمه والموظفه بتقول له ان اسم الحزب وشعاره بيمثلوا قيم الحزب وصفات اعضائه، علشان كده لازم تاخد وقتك في التفكير. في اللحظه دي كري بتيجي في باله فكره، بيقول مش انتوا عايزين نبقى القائد؟ طب اشربوا بقى، باسم زي ده محدش هيصدق اننا اقوياء اساسا. وبيختار النفوس الحزينه. اما بالنسبه للشعار هنحط حاجه شبه الجمجمه كده. العيال اول ما بتشوف كده بتحبط وبيقولوا له يا اسطى مش المفروض اننا حزب من الابطال؟ كده الناس هيفكرونا متوحدين. كري وقتها بيضحك وبيقول لهم فهمت، الاسم مش عاجبكم صح؟ يبدو كده اني فشلت كقائد ليكم، خلاص كده ما عنديش خيار غير ان اسيب الحزب واشجعكم من بعيد. ولكن وقبل ما يكملها العيال فورا بتغير رايها وبيقولوا له تصدق الاسم حلو، ده غير الجمجمه كرييتيف ومحدش عملها قبل كده، اصلا كده الاسم مش مهم ما دام بننفذ مهمتنا، احنا كلنا موافقين عليك كقائدنا. وخطته في انه طفشهم بتفشل، وبكده اتولد حزبهم النفوس الحزينه، واللي بقى بعدين اقوى حزب في العاصمه كلها. نرجع بقى للحاضر وجري بيقول له انا ما كنتش مصدق، بس هو انت فعلا سيد عشيره الخطوات؟ بمعنى تاني انت هو 1000 حيله صح؟ الاثنين التانيين هما كمان بيتصدموا، وتنا بتقول لهم اظن انتوا دلوقتي عرفتوا مدى عظمه سيدنا. وبنعرف ان لقب 1000 حيله كان هو تاني لقب اطلق عليه بعد ما بقى سيد عشيره الخطوات. فالصياد اللي بيحقق انجازات كبيره بيوصل لمكانه معينه بيتم منحه اسم خاص من قبل الجمعيه وبيتعامل زي المشاهير، وهو ده اعظم ثناء بالنسبه لاي صياد. جilbert بقى بيتعصب ويقول له بقى عايز تفهمني ان انت هو 1000 حيله اقوى صياد في العاصمه؟ ده انت مش باين عليك حتى انك بتتدرب. تينا بتقول له انت صعبان عليا، مش قادر حتى تتعرف على قوته، انت يا ابني
عندكش مستقبل. كيري بيحاول يهديها ولكنها بتقول له انها مش عايزه تبقى مع الواد ده في نفس الفريق، الاشخاص اللي بيتكلموا كتير زيه هم اسوأ نوع من الصيادين. كيري وسط كل ده بيقول في نفسه منهم لله، هم اللي طلعوا عليا اشاعه انه اقوى صياد في العاصمه، انا لا قوه ولا نيله. نخش بقى في الموضوع، اظن انتوا وصلتكم تفاصيل المهمه، ايه رايكم موافقين ولا لا؟ ولكن جilberto ما بيبقاش قادر يتقبل الموضوع، بيقول له هو ايه اللي يخليني اسمع كلامك اساسا؟ المستواك 8 قال. جري بيحاول يهديه ولكن مفيش فايده، الواد مش مقتنع، بيقول لهم ازاي الشخص ده هو قائد اقوى حزب في العاصمه، انا مستحيل اتقبل حاجه زي دي. بيفضلوا يتخانقوا مع بعض وكري بيجيبها من قصرها وبيقول له يبقى خلاص كده احنا هنستغنى عنك يا جilberto، اظن انت ما عندكش مانع يا جري، وبعدين المهم في عرين الذئب الابيض وانت كده كده كنت عايزه تروحي على هناك يا رودا، يعني مفيش اي مشاكل بالنسبه للكل، بما انك مش عايز تيجي يبقى انا احترم رغبتك، ولو احتجت لاي مساعده يا تينا فتقدر تاخد اي حد تاني من العشيره، يلا سيبكم انا بقى تجهزوا نفسكم. لسه هيمشي ولكن جilberto بيقول له انا بتحداك، لو انا خسرت اوافق اروح معاهم. ها قلت ايه؟ كري وقتها بيضحك، الغبي وقع فيها، بيقول له موافق بس مش هتقاتلني انا، هتقاتل تينا قائده الفريق يا ابن الجبانه. بيروح يتجهزوا فعلا وجilberto بيقول له لعلمك بعد ما اهزمها الدور هيبقى عليك يا عم، هو انت عايز تقاتلني وخلاص؟ تينا بتقول له لمعلوماتك انا مجرد حشره مقارنه بالزعيم، بس برضه مستحيل اخسر قدامك. بترمي اسلحتها بتقول له انا هخفف من هجماتي علشان ما اقتلكش. كري ورودا بيتفاجئوا، هي اتجننت ولا ايه؟ ازاي هتقاتل حد من غير سلاح؟ كري بيحلل الوضع وبيقول في نفسه اي نعم هما الاثنين صيادين من المستوى الرابع، ولكن على عكسه فتينا اكتسبت مستواها لوحدها، يعني غالبا هي اقوى منه، ده غير ان هي عندها خبره كبيره في القتال ضد البشر، مشكلتها الوحيده بتكمن في السيف اللي معاه، اداه اثريه وبتدعى سيف العذاب، لو عرف يستخدمها كويس ممكن يقلب الموازين لصالحه. ولكن جilberto بكل غباء بيرمي سيفه وبيقول لها انا كمان هقاتلك من غير سلاح، مش محتاج لسلاح علشان افوز على بنت. يا ابن الغبيه في سياف يرمي سيفه كده، الموضوع بقى معتمد على القدرات الفرديه. وبالفعل تينا بتبدا تسخن بنفس الطريقه وبتقول له لو فزت عليك الزعيم هيعزمني على ايس كريم، تاخد وضعيتها وبتنطلق عليه بسرعه كبيره. الواد لسه يتفادى الهجوم ولكن بركله دائريه بتلزقه في الحيطه، يعني يا ابني بيقوم مره ثانيه وبيقول لها انا لسه ما خسرتش، بيهجم عليها ولكنها بتمسكه من ايده وبتكتفه، بتقول له انت اكيد خدت بالك بس انا كنت بتساهل معاك لحد دلوقتي، لو مش عايز تتألم اكتر من كده فمن هنا ورايح ما تعرضش الزعيم مره ثانيه، اي حاجه هيقولها لك هتسمعها واي طلب هيقوله لك هتنفذه من سكات. جري ورودا بيبقوا مصدومين من قوتها، جري وقتها بيتعصب وبيحاول يعمل اي اكشن ولكن تينا بتفقد الوعي. تينا بتقول له ايه رايك فيا يا زعيم؟ كل ده بسبب تدريبك ليا، عجبتك حركاتي؟ هي دي قوه عشيره الخطوات الاولى. جilberto هو واقع على الارض بيبدا يفتكر في ذكرياته، من هو كان لسه صغير وهو قدر يشيل السيف وقدر حتى يتغلب على الصيادين الاكبر منه. كبر بعدها وقرر يرجع على العاصمه وكاغلب الصيادين انضم لاحد الاحزاب وبداوا في تطهير خزائن الكنوز مع بعض. كان وقتها فخور بمدى سرعه تطوره وكان فاكر ان مفيش حد يقدر يهزمه لحد ما اصطدم بالواقع. نرجع بقى للحاضر وتينا بتقول له لو لسه عايز تكمل فاحسن لك تستخدم سيفك، ولكنه برضه بيرفض ومصمم انه ما يتنازلش عن كرامته. بتقول له انت غبي، ايه لازمه كبريائك لو انت مت هنا، وبتسيبه وبتمشي. جilberto في نفسه بيبقى عارف ان كلامها صح، فلو دي كانت معركه حقيقيه كان زمانه ميت من زمان، وبيدرك اخيرا قد ايه هو ضعيف. كري وقتها بيكلمه بيقول له انت سبت حزبك علشان كنت اقوى من الباقيين بكتير مش كده؟ جilberto مصدوم، هو انت عرفت منين بالظبط؟ بيقول له علشان انا كمان حصل معايا نفس الحاجه، لكن في حالتنا فما فيش حد اتخلى عن التاني. جilberto ما بيكونش مصدق، المفروض ان حزب النفوذ الحزينه هم اقوى حزب في العاصمه، هل معنى كده ان حتى في حزب زي ده كان هو اقوى منهم بكتير؟ هو ده الالف حيله صاحب المستوى الثامن. كري وقتها بيستعمل قوته على السيف وبيخرج كل امكانياته، بيقول له سيفك حلو حاول تستخدمه كويس. جilberto بيقول له ازاي؟ حتى انا لسه ما بعرفش اتحكم فيه للدرجه دي، ده حتى لسه ما مسكش المقبض، معقول انا طلعت ضعيف قوي كده؟ ده اكيد وحش مش انسان. وبكده يبقى كري هو اللي انتصر في التحدي. بيرجع بعدها على مكتبه وبيبدا يقرا في المهمه، وبنعرف ان في العالم ده فالمانه هي الماده الاساسيه اللي بتكون منها كل حاجه، وعلى الرغم انها في كل مكان ولكن لا يمكن رؤيتها بالعين المجرده. وخزائن الكنوز هي عباره عن تجمعات كبيره من المانا مع خطوط الطاقه، يعني تجمعهم مع بعض هو اللي بيؤدي لظهور عوالم بديله واللي هي خزائن الكنوز. وعرين الذئب الابيض هو واحد من الخزائن دي، وكان في الاصل عباره عن موطن لنوع معين من الذئاب واسمها كان الاقمار الفضيه، ولكنها انقرضت نتيجه للصيد الجائر ليها، وبعد فتره قليله ظهرت خزينه كنوز الذئب الابيض في نفس المكان، وبقى بيقال ان في شبح ذئب ملطخ بالدماء عايش جواها. بيخلص بعدها قرايه بيقول الحمد لله اني ما رحتش معاهم. خزائن الكنوز اللي بتتكون نتيجه رغبه للانتقام بتبقى دايما مرعبه. مساعدته بتقول له مش عيب عليك تبعتهم لمكان زي ده وتفضل انت قاعد هنا؟ بيقول لها دي مجرد خزينه من المستوى الثالث وهم 4 افراد، وكمان تينا ذكيه لو حصل حاجه هتعرف تتصرف. صحيح نسيت اشكرك على المعلومات. الواد حرفيا اتصدم لما خمنت سبب مغادرته للحزب بتاعه. بتقول له اي خدمه يا عم، انا سمعت انك عملت قلق باداء سريع في ساحه التدريب. بيقول لها كانت سهله، النوع اللي اقدر اتحكم بيه بسهوله، حتى جilberto يقدر يستعملها من غير ما يبقى عارف اي حاجه عن المانا. بصراحه مفيش احسن من الادوات الاثريه، حتى انا ممكن اعمل حاجات شبه المعجزات بيها. سيف العذاب برضو كان جامد، تفتكر ممكن يرضى يبيعه لي؟ بتقول له مش ملاحظ ان مصاريفك كتير؟ انت بالفعل معاك عدد كبير من الادوات الاثريه. بيقول لها غلطانه، اي نعم هما كلهم شبه بعض بس كل اداه عندي لها استعمال مختلف، ده مثلا بيضرب نار وده بيخلينا اشوف في الضلمه، حرفيا مفيش فايده فيه. بتقول له هو اي نعم النفوس الحزينه بيدخل لها فلوس كتير بس برضه لازم تقلل من
مصاريفك شويه، ده انا يا اخي سمعت انك استلفت فلوس علشان تشتري ادوات اثريه، وبنعرف صديق ان الارباح اللي بتدخل لهم بتتقسم بالتساوي عليهم هم الخمسه، علشان كده على الرغم انه ما بيعملش حاجه بس برضه بيجي له فلوس كتير. وفي خلال ما هم بيتكلموا بيفتكر انه نسى يشحن ادواته الاثريه، بيروح يشحنها عند واحده من اعضاء العشيره وبيقعدوا يتكلموا شويه. تاني بيقول له انا سمعت ان في وحش ظهر على الطريق الشمالي ودمر قافله كامله، على الرغم ان كان في 3 صيادين من المستوى الثالث بيحرسوها، معنى كده ان الوحش ده كان قوي، وحاليا في الجمعيه بتجند مجموعه من الصيادين علشان يقضوا عليه. وبيقال ان الوحش ده كان على شكل ذئب، المكان برضه ما كانش بعيد عن عرين الذئب الابيض، علشان كده اعتقد انه اجى من هناك. كيري وقتها بدا يقلق وبيقول له ما يمكن تكون صدفه، ولكن البنت الثانيه بتكمل كلامه وبتقول ان في الفتره الاخيره اعداد الوحوش كانت في ازدياد مستمر، والخزائن حاليا مليانه بالوحوش. كيري بيقول في نفسه بس دي كلها مجرد توقعات، اكيد يعني عرين الذئب الابيض ملوش علاقه بالموضوع، وبعدين تينا قويه وجilbert برضه معاهم، ده غير ان جراي عنده شويه خبره، اكيد هيبقوا تمام. ايوه انا مش محتاج اقلق. ولكن برضه التاني بيكمل وبيقول لهم بمناسبه عرين الذئب الابيض فكان في تقارير عن ان الوحوش اللي فيه اصبحت اقوى، لدرجه انهم كانوا ناويين يغيروا مستوى الخزينه ويرفعوها للمستوى السادس. عموما المنطقه دي خطيره في الوقت الحالي. كيري بيقول احيه محدش قال لي المعلومه دي قبل كده. بيبص في تفاصيل المهمه مره تانيه وبيعرف ان الصيادين المطلوب انقاذهم هم اساسا صيادين من المستوى الخامس. اول مره اخد بالي دلوقتي. بيقول لهم انا افتكرت حاجه مهمه جدا لازم اعملها دلوقتي، وبيسيبهم وبيطلع يجري. بيقول لنفسه اهدى، الواد جilbert معاه سيف العذاب، طول ما هو معاه السيف ده اكيد هيقدر يتصرف. ولكنه وقتها بيفتكر لما استعمل السيف علشان يتمنظر عليه وتقريبا كده فضاه من المانا. يا نهار ابيض، معنى كده ان حتى السيف مش هيقدر يستخدمه. وفي نفس الوقت ده كان تينا واللي معاها قربوا من الخزينه وبداوا يحسوا بهاله غريبه في الجو على الرغم انهم لسه ما دخلوش. بتقول لهم علشان كده انا كتبت وصيتي، بما ان الزعيم هو اللي اداني المهمه فده معناه انها مش هتكون مهمه سهله. رودا بتقول لها يعني كريك كان عارف باللي بيحصل في العرين وعلشان كده بعتنا هنا. بتقول لها طبعا، حتى تشكيله الفريق دي مش عشوائيه، كل واحد تم اختياره لهدف معين. ايوه كل ده جزء من خطته. جراي بيقول لها معقوله، ده احنا لسه عارفين بعض امبارح، ده حتى جilbert اجى معانا علشان ما كانش فيه غيره. تينا بتقول له اخرس، الزعيم ما بيغلطش، الزعيم عنده معرفه عن كل الصيادين اللي في العاصمه وجميع خزائن الكنوز، فحتى لو اول مره يقابلك فمن السهل عليه انه يقرا ردود افعالك وافكارك. بس فعلا الموضوع منطقي، حتى جilbert قدر يخمن سبب مغادرته للحزب بتاعه، ده غير ان هو اللي خطط لحادثه الحانه علشان يتعاقب عليها وياخد المهمه دي. بتقول لهم اطمنوا، كل حاجه ماشيه طبقا لحسابات الزعيم. في الوقت ده كان كيري بيعيط ومش عارف يعمل ايه، بيقول في نفسه حسب معرفتي لتينا فهي عمرها ما تستسلم حتى لو الوضع بقى خطير. كده ما عادش فاضل غير حل واحد بس، ما كنتش عايز الجا له بس كده انا مضطر اروح، لو سرعت فانا ممكن الحقهم قبل ما يدخلوا على الخزينه، واقول لهم ان دي كانت غلطه وبعدين ابقى اخلي اركا او اي حد تاني يقوم هو بالمهمه. صح، فكره جامده. بيشد واحد من الكتب وساعتها باب بيتفتح وبنعرف ان هو ده مخزن الادوات الاثريه بتاعه. وعلى الناحيه الثانيه وفي خلال ما هم ماشيين فجاه بيظهر لهم ذئب ضخم لونه احمر، ومش بس كده ده كمان معاه درع وسيف. المستوى ده وهم لسه ما دخلوش حتى على الخزينه. وفي نفس الوقت ده كان كيري عمال بيدور على اي اداه اثريه يقدر ياخدها معاه، بياخد معاه تقريبا المخزن كله وهو خارج. بتشوفوا ايفا وبتقول له انت رايح فين بكل ده؟ بيقول لها مفيش، كنت رايح اتمشى شويه. بتاخد بالها من القليده اللي هو لابسها، بتقول لها مش دي برضه القانون الامبراطوري محرمها؟ بيخبيها ويقول لها تف من بقك، انا عمري طبعا ما هشيل حاجه مخالفه للقانون. بيفتح الشباك وبيقول لها هروح انا بقى اتمشى شويه. بيلبس العبايه، بيقول يا ريت لو اقدر اخد اي حد معايا، بس للاسف الاداه دي ما بتشتغلش غير على واحد بس. الاداه فعلا بتتفعل والواد بيطير في السما زي الصاروخ. ايفا اول ما بتشوفها بتتعرف عليها. عبايه الليل، اداه اثريه محظوره، وده نظرا لان مفيش فيها اي وسائل امان ولا حتى فرامل، ده غير انك ما تقدرش تتحكم في الاتجاه بتاعها. ربنا معاك يا ابني. يا ترى هل هتقدر توصل في الوقت المناسب؟ وحتى لو وصلت هل هتوصل عايش؟ وبنكمل الفلاش باك بتاعه هو واصحابه بعد اسبوع من وصولهم على العاصمه وانشائهم لحزب النفوس الحزينه. بيبقوا عمالين يحتفلوا بانجازهم لولا مهمتهم، ولوك بيبقى متضايق لان سيف العهد بتاعه اتكسر. ما طبيعي سيف خشب زي ده هيتكسر ضد وحوش حقيقيين. والغريب انهم بيكونوا قبل وحش من نوع السايكلوب في خزينه المفروض انها من المستوى الثالث، والمعلوماتك يا صديقي فالسايكلوب بيبقى وحش من المستوى الرابع. وفي خلال ما هم قاعدين بيسمعوا واحد من الصيادين ولا بقى شويه عيال زيكم هزموا سايكلوب، بطل كذب يا مبتدئ منك ليه؟ هو في وحش برضه زي ده هيظهر في خزينه من المستوى الاول؟ قولوا لي بقى انكم هربتوا منه والا ما كانش زمانكم موجودين هنا. وفي خلال كده واحده منهم بتخبط عليه وبتقول له بص كده يا عم في الشنطه دي. بيبص فعلا وبتصدم بان الوحش موجوده جواها. يا ولادي المجنونه، الراجل بيصرخ يعني من شده الرعب. وكيري بيقول علشان كده حذرتها ما تاخدش الراس معاها. ودي كانت حاجه بسيطه من رحلتهم عن ازاي بقى هم الحزب الاقوى من صغرهم مجانين. نرجع بقى للحاضر ونشوف تينا واللي معاها بعد ما قدروا يهزموا الوحش بصعوبه. بيقعدوا يرتاحوا. جري بيسال جilbert هو ليه ما استخدمش النار بتاعته. جilbert بيقول له يبدو كده ان من السيف خلصت وانا ما بعرفش اشحنها. بيفتكر اللي كري كان عمله وبيعرف ان ده هو السبب. رودا وقتها بتقترح عليهم انهم ينسحبوا. جري هو كمان بيوافقها وبيقول لهم ان الوضع ده مختلف عن اللي اتقال لهم. لو بصينا لقوه الوحش ده فبنسبه كبيره الاشخاص اللي احنا المفروض ننقذهم زمانهم ميتين من زمان. ولكن تينا بترفض وبتقول لهم انهم هيلتزموا بالخطه، ده غير انهم لسه ما دخلوش على الخزينه علشان ينسحبوا اساسا. جري بيقول لها مش الاولويه برضه للانقاذ؟ ايه فائده اننا نكمل لو اللي هننقذهم شبه ميتين؟ المفروض ندي الاولويه لحياتنا. بقيت اقول له لا، انا متاكده انهم لسه على قيد الحياه، الزعيم مستحيل يغلط، واكيد
واستنفاذه لمنع السيف كانت هي كمان جزء من خطته. هو عايزنا نقاتل بنفسنا وما نعتمدش على الادوات الاثريه. ايوه الزعيم ما بيغلطش. يلا بينا على الخزينه. بيوصلوا على المدخل وبيلاقوا عدد كبير من نفس الوحوش اللي هم قتلوه. معنى كده انه ما كانش حاله خاصه، لا ده كلهم كده. تينا بتقول لهم عرين الذئب الابيض كان في الاصل موطن لذئاب القمر الفضي اللي كانت بتعيش هنا، وتم انشاؤه بحيث يتناسب مع حجمهم. ولو بصينا لحجم الوحوش فاحتمال تكون ما بتعرفش تتحرك كويس داخل الكهف بسبب ضيق المكان. هيكون من مصلحتنا اكتر اننا نقاتلهم جوه بدل ما نقاتلهم في مكان مفتوح. جيلبرت بيقول لها فهمت، انا هاجم اول ولو قدرت اتخلص من الاقواس والبنادق اللي معاهم الباقي هيكون سهل. تينا بتقول له انت غبي، ما تحاولش تعمل اي حاجه متهوره، واجبي كقائده للفريق ان نرجعكم كلكم عايشين. المره دي الزعيم عايز يختبر مهاراتي كقائده. الخطه كالاتي، انا ورودا هنجذب العدو ناحيتنا بما اننا الاسرع هنا، وانت وجري هتستهدفوهم من الخلف وتغفلوهم. اسلحتهم مش هتكون فعاله من المدى القريب، ومهما حصل فاحنا مش هنضحي باي شخص هنا. في نفس الوقت جري بيبقى طاير عليهم باقصى سرعه وبيدعي ان تينا تبقى لسه عايشه حتى لو اضطرت تضحي بباقي فرقتها وتستخدمهم كدروع بشريه. يخرب بيت النداله. وفعلا بيبداوا في تنفيذ خطتهم والامور بتبقى ماشيه كويس، وبيقدروا يخلصوا على الوحوش بفضل عملهم الجماعي. فالرغم ان العدو فعلا اقوى منهم بفارق كبير، ولكن قوته دي ملهاش لازمه ما دام ما عندوش اي فكره عن مفهوم التعاون. بيوصل سرب تاني من الوحوش والعيال بيستمروا حسب الخطه. تينا بتحلل الوضع وبتقول على الرغم ان ده مجرد حزب مؤقت ولكن تشكيلتنا مش وحشه. جيلبرت شخصيته سيئه ولكنه نوعا ما قوي، وجراي عنده خبره كبيره بتخليه يقدر ينسق مع باقي الفريق بشكل كويس. اما رودا فهي ما بتعملش حاجه مميزه ولكنها خبيره في تحديد مواقع الاعداء. من غيرها ما كنتش هعرف اركز على القتال، والعمل الجماعي ما بينهم في افضل حالاته. كنت عارفه ان الزعيم مستحيل يغلط. جيلبرت بقى عمال يتقاتل مع الوحش اول مره يحس بمتعه التعاون. بيفتكر حزبه القديم واللي ما كانوش قادرين حتى يجاروا سرعته. بيقول لهم انا خلاص اكتفيت منكم، محدش فيكم حتى بيحاول يتطور، وسابهم ومشي. بيقول في نفسه وقتها كان غضب هو اللي مسيطر عليا لدرجه اني ما فكرتش حتى في مشاعرهم. ما كنتش اعرف ان القتال بجانب فريق ممكن يبقى ممتع قوي للدرجه دي. جراي وقتها بيدي الوحش كتفه وجيلبرت بيستعمل سيف وبيقسمه نصين، وبكده يبقوا انتهوا من كل الوحوش. بيكملوا طريقهم جوه الكهف لحد ما بيوصلوا على اوضه عملاقه. تينا بتستشعر وجود حد وبتقول لهم في حد هنا، غالبا ده الزعيم. جراي بيقول لها مش المفروض نهرب؟ بتقول له احنا نجحنا في اننا نوصل لهنا من غير خدش واحد، انا شايف اننا لو كملنا هنقدر نفوز عليه. وبعدين المفروض ما تبقاش حذر للدرجه دي، المهمات الامنه عمرها ما هتخليك تتطور. الحذر كويس في كل حاجه، بس في اوقات لازم تخاطر فيها علشان ترفع من مستواك. جراي بيفكر كده وبيقول لها معاك حق. فبمجرد ما الصياد بيوصل للمستوى الرابع هو خلاص بقادر يكسب فلوس كويسه من انهاء الخزائن اللي اقل من مستواه، يعني من الاخر مش محتاج يخاطر. علشان كده في كل مره كنت بحس فيها ان مش هقدر افوز كنت بنسحب من المواجهه. ده غير اني شفت عدد كبير من صحابي هم بيموتوا قدامي. كل ده خلاني اكره المخاطره وافضل في مستواي لفتره طويله. تينا بتقول له خليني اخمن، انت انضميت لعشيره الخطوات الاولى عشان كنت عايز تغير ده مش كده؟ هو ده السبب اللي خلى الزعيم يحطك في الفريق ده، والا ليه اختار شخص يا دوب يعرفه؟ وانت برضه يا جيلبرت وضعك نفس وضعه، الزعيم كان عايز ينقذكم كلكم. كل ده كان وفقا لخطته الغامضه وحساباته الدقيقه. رودا بتقول لها طب وانا اشمعنى اختارني؟ فانا ما عنديش مشاكل في العموم. بتبص لها كده بتقول لها بصراحه ما اعرفش، بس اكيد يعني في سبب. وبتكمل طريقها. وبنشوف كري هو في عالم موازي ومش عارف يوقف طيران. بيقول اللي صنع البتاع دي كان بيفكر فيه بالظبط لما ما حطش فرامل. وبعدين انا مش شايف تينا في اي مكان ليه؟ هي ماتت ولا ايه؟ بيوصل على الكهف وبيفضل طاير جوه مش عارف يوقف. بيصرخ وبيقول حد يلحقني. وعلى الناحيه الثانيه تينا واللي معاها بيكون وصلوا على مكان الزعيم وبيتصدموا لمدى ضخامته. بيهجم عليهم يا دوب بيقدروا يتفادوها. تينا والبقيه مش عارفين ايه اللي المفروض يعملوه، هل المفروض ينسحبوا ولا يكملوا؟ ولكن تينا بتلاحظ انه لابس دراع في كل جسمه على دماغه، معنى كده ان هي دي نقطه ضعفه. دي اكيد واحده من اختبارات الزعيم ليا، لازم اتغلب عليه مهما حصل. بتطلب من البقيه انهم يصدوا واحده من ضرباته وهي هتتكفل بالباقي. وفعلا جيلبرت بينطلق على الوحش وبيقدر يصد الهجوم. جراي بيستغل الفرصه ويحاول يهاجمه ولكن الوحش بضربه واحده بيكسر له سيفه. لسه هيقتله بس رودا بتنقذه على اخر لحظه. في اللحظه دي تينا بتطلع على السيف وبتطلع تجري على الوحش وبتغرز السيف في راسه. وفعلا المنه بتبدا تخرج والوحش جسمه بيختفي. احنا انتصرنا. رودا بتروح تلقي نظره عليها وبتلاقيها اتصابت في رجلها اصابه قويه اثناء هجومها. بتقول لها ما تلاقيش معاها جرعه شفاء. بتحطها على الجرح والجرح بيتشفى بشكل جزئي. جراي بيقول بقى من كل الاوقات السيف جاي يتكسب دلوقتي، النهارده مش يوم حظي. بيشكر رودا على انقاذها ليه وبيقول كده ما عادش فاضل غير مهمه الانقاذ. تينا بتديله السيف بتاعها وبتقول له خد خلي ده معاك. وفي خلال ما هم بيتكلموا وفجاه رمح ضخم بيترمى عليهم. ده ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيخرج لهم 4 في نفس حجم اللي هزموه كل واحد معاه سلاح مختلف. ده لدرجه ان واحد فيهم معاه مدفع رشاش. يا نهار ابيض كده انت زودتها قوي يا زعيم، الاختبار ده كتير عليا. تينا بتقول لهم كده ما فاضلش غير خيار واحد بس، هنجري الاقرب ممر على اليمين ونستخبى تحتيه. الممر ضيق وسقف واطي ومش هيعرفوا يوصلوا لنا هناك. ولكن فجاه واحد فيهم بيقف قدامه وبيسد المدخل. كده كل امالهم بالهروب انتهت. جراي وجيلبرت بيبصوا لبعض وبيقرروا ان هم هيكونوا الطعم. جراي بيقول لها مفيش حل تاني، انت ورودا اسرع 2 في الفريق، انا وجيلبرت هنشغلهم وانتوا حاولوا تهربوا. على الاقل ده احسن من اننا كلنا نموت هنا. ما تفكريش كتير في الموضوع، كده كده كلنا هنموت في يوم من الايام، واحنا دورنا ايه دلوقتي؟ هو ده كل اللي في الموضوع. تينا بتبقى عماله تفكر في كري وتقول معقوله هو ده الحل الوحيد؟ هل دي هي كل خطتك؟
ولكن في الوقت ده بتفتكر الخاتم بتاعه وبتجيلها فكره، بتقول لهم احنا مش هنضحي بحد، لو استهدفنا اعينهم هنقدر نهرب كلنا، اشغلهم مؤقتا وانا هقوم بالباقي. هو فعلا جilberto وجراي بيهجموا على الاول ورودا بترميه بالسكاكين في عينه. في اللحظه تينا بتفتكر لما كري كان بيعلمها ازاي تنشم بالخاتم وبتنجح انها تصيب الوحش في عينه، وفعلا الضربه بتعميه والوحش ما بقاش شايف حاجه، هي دي فرصتهم للهرب. ولكن جilberto بيطمع بيقرر يهجم عليه ويستغل انه مش شايف، ولكنه بيفشل والوحش بيديله ضربه بيلزقه في الحيطه. تينا بتجري عليه وتقول له دي كانت غلطتي، انا اللي ما عرفتش اوجهكم. باقي الوحوش بقى بيتلموا عليه والوحش بيبقى متعصب من اللي هم عملوه في عينه، وشكلها كده النهايه. ولكن فجاه شعاع النور بيظهر وبيدمر الحيطه. ايوه يا صديقي، كيري وصل اخيرا. بيقول لهم ايه ده، هو انتوا هنا؟ في اللحظه دي بقى الوحوش بيكونوا مرعوبين منه بسبب ظهور المفاجئ بالسرعه دي. كيري بيلف وبيقول لهم يا نهار ابيض، ايه الوحوش دي كلها؟ واحد فيهم بيهجم عليه بكل قوته، ولكن واحد من خواتمه بيشتغل والضربه بتتصد. الوحش بيبقى مرعوب ومش فاهم ازاي صدها من غير ما يتحرك. كيري بيضحك وبيقول له للاسف يا صاحبي انا عندي 17 حياه. بيفعل واحد من خواتمه مجموعه من الهجمات السحريه بتظهر وبتدمر الوحش والمكان باكمله. كلهم مصدومين من قوته، هي دي قوه صياد من المستوى الثامن. كيري بيقول انا ما كانش قصدي اعمل كل ده، بس السؤال الاهم هو مش دي خزانه من المستوى الثالث؟ ايه الوحوش المرعبه دي كلها؟ وعلى عكس المتوقع بنشوف ان الوحش بيبقى لسه عايش بعد ما اخد كل الضربات دي، وده طبعا صديقي لان الهجمات اللي هو استخدمها شكلها فاجر مش اكتر، لكنها في الحقيقه مش قويه ولا حاجه. الوحوش بيبداوا يتلموا عليه وكري مصدوم، ليه في وحش مع مدفع رشاش؟ الحمد لله اني جبت 17 خاتم للحمايه، انا ما عادش فارق معايا المهمه دي تخلص او لا، اهم حاجه نهرب من هنا. الوحوش كلها بتبدا تجهز في هجومها وكري بيقول كده ما عادش قدامي حل تاني. بيقلع القلاده والوحوش كلها مرعوبه، يا ترى هيعمل ايه؟ ولكنه بكل بساطه بيرميها في الهواء بيفجرها. بيستغل الدخان الناتج وبيقول لهم يلا اهربوا بسرعه. بيطلع يجروا فعلا وتينا ما بتبقاش قادره تجري بسبب اصابتها. رودا بتاخد بالها ان كري مخفف من سرعته وده علشان يراعي ان تينا مش قادره تجري، ولكن الحقيقه ان هي دي فعلا اقصى سرعه عنده. تينا بقى بتبقى عايشه احلام العصر وبتقول طول عمرك كنت لطيف معايا. بتفتكر اول مره اتقابلوا فيها لما كان في مجموعه من اللصوص خاطفينها وعايزين يبيعوها لتجار العبيد، بيقولوا لها مفيش حد هينقذك هنا، احسن لك تستسلمي. ولكن وقتها كري واصحابه وصلوا وعملوا معاهم الغلط، ومن ساعتها وهي بقت عايزه تنضم للنفوس الحزينه وبقت بتقدس قائدهم اللي هو كري. نرجع بقى للحاضر بعد ما نجحوا في انهم يهربوا. كري بيقول لهم انا اسف، يا ريت لو الكلمه دي كانت تقدر تحل اي حاجه. بياخد باله ان تينا مصابه فبيستعمل واحده من ادواته وبيشفي اصابتها بالكامل. جilberto بيقول هي مش دي اداه اثريه؟ كري بيقول له ايوه انا بستعمل الادوات الاثريه في كل حاجه، حد عنده مانع؟ كري بيقول له هو انت لحقت تهزمهم؟ بيقول له انا ما رضيتش اهزمهم، في الوقت الحالي خلونا نمشي من هنا. بيفضلوا ماشيين وكلهم بيكونوا حاطين توقعاتهم عليه في انه ينقذهم، وكري وقتها بيبقى عايز يرجع ومكسوف يقول لهم انه مش عارف المخرج فين ولا هم فين اساسا، هو ماشي وسايبها على الله، وتقريبا كده نسي خالص موضوع الاشخاص اللي المفروض ينقذهم. وبنكمل في الفلاش باك بتاعنا بنشوف كري واصحابه وهو بيفرجهم على الادوات الاثريه اللي هو جمعها. العيال طبعا بيكونوا مبهورين، كل ده اثر معاك وده طبيعي لان كل ما الاستاذ يبقى معاه شويه فلوس بيروح يضيعها على الادوات الاثريه. ليس بتقول له انت هتختار لي واحده زي ما انت وعدتني. لوك بيقول لها اشمعنى انت؟ ما احنا كمان عايزين. تالتة بتقول لهم انا كمان عايزه واحده مقابل انه كان بيخلينا اشحنها له طول الوقت. كري بيقول لهم اهدوا بس كل واحد هياخد. واحده منهم بتعجبها شنطه كده وبتقول له هي دي بتعمل ايه دي؟ بيقول لها دي شنطه سحريه على الرغم من مظهرها ولكنها بتقدر تشيل حاجات اكتر بكتير من اللي يبان عليها. بتقول له اكيد كانت غاليه. قال لها بالعكس كانت رخيصه، وده لانها ما بتخزنش غير الشوكولاته وبس. طب ولما كده اشتريتها ليه؟ ايه فايده شنطه ما بتخزنش غير الشوكولاته؟ ليزي هي كمان بيبقى عجبها صور سحري وتقول له انها هتاخده، ولكن قبل ما تكملها فجاه بتقع على الارض وبتبدا تخبط في كل ناحيه. بيقول لها نسيت اقول لك ان ده بقى سوار المتاهه، اي حد بيلبسه بيفقد احساسه بالمكان وما بيقدرش يتحكم في نفسه، وعاده في الخلل في الحواس ممكن يؤدي لان جسمك كله يتمزق بسبب ردود الافعال التلقائيه. طب اشتريتها ليه برضه؟ لوك هو كمان بيبقى عجبه سيف كده بيقول له السيف ده جامد. كري لسه هيحذره ويقول له ان ده سيف ملعون ولكن بيبقى فات الاوان والسيف بيشتغل وبيسيطر على لوك، بيخليه يهاجم في كل اصحابه والوضع حرفيا خرج عن السيطره. كري بيقول له عاده في السيف ده بيخلي الناس يفقدوا عقلهم ويبقى عندهم رغبه كبيره في القتل، بس اللي انا مستغربه اني مش حاسك اتغيرت كتير يا لوك. الباقيين بقى بيكتفوه بيحاولوا يرجعوه لطبيعته وكري حرفيا في عالم موازي. وبنعرف ان الادوات الخطيره دي اتحولت بعدين لمعدات تدريبيه ليهم وبقوا يستخدموها علشان يتعلموا ازاي يسيطروا على نفسهم وعلى حواسهم. نرجع بقى للحاضر وكري بقى عمال يتمشى من طريق لطريق ومش عارف هو رايح على فين. فخزينه الذئب الابيض تبقى اساسا عباره عن متاهه وبتتوسع باستمرار وهو لسه مكتشف ده دلوقتي. بيفضل ماشي ويكون خايف تينا تكون كرهته بسبب اللي هو عمله فيها وانه بعتهم على خزينه زي دي، بس الاهم دلوقتي ان احاول الاقي مخرج من هنا. وبيقطع تفكيره جilberto بيقول له يا اسطى انا اسف لو كان كل ده جزء من خطتك، بس هو احنا رايحين على فين؟ كري بيقول في نفسه انا ايش عرفني؟ هو انت لازم تسال وخلاص. تينا وقتها بتعرفه ان كري بيختبرهم وان معرفه خطته بقى جزء من التدريب، ده غير اننا اساسا بعدنا عن المخرج من زمان. جilberto وحتى كري بيتصدموا. بتقول لهم انا كنت بصيت على الخريطه قبل ما ندخل وعندي فكره عن تصميم الخزينه دي، الطريق ده عمره ابدا ما هيودينا على المخرج، لو عايزين نخرج لازم نرجع من غرفه الزعيم. عموما اكيد كري عارف حاجه زي دي. كري في الوقت ده كان بيشتمها في سره لانها ما لقيتلوش معلومه مهمه زي دي، هخرجهم ازاي دلوقتي؟ بيكملوا مشي. رودا هي كمان بدات تتعب وبتقول له انا عارفه ان كل ده جزء من التدريب، بس ما ينفعش على الاقل تقول لنا احنا رايحين فين؟ صدقني انا لو اعرف هقول لك. وفي خلال ما هم ماشيين فجاه كلهم بيتصدموا
ازاي ده حصل؟ تينا بتقول لهم مش قلت لكم كل ده كان جزء من خطه الزعيم. بيطلع يجروا من الطريق ده وكري مش فاهم هو في ايه، وبيطرح صديق ان الصيادين اللي المفروض ينقذوهم يبقوا مستخبيين هنا. كري هو الوحيد اللي ما خدش باله ده لان نظره على قده. بيدهم جرعات شفاء وقائد الحزب واللي بيضع رودولف بيعرفهم على نفسه وبيشكرهم على انقاذهم ليه. تينا بتقول له لو عايز تشكر حد فاشكر زعيمنا، هو اللي اكتشف كل حاجه وقادنا على هنا. رودا بتقول لهم انا اديتهم جرعات شفاء ولكن طاقتهم منعدمه بسبب قله الطعام. كري وقتها بيفتكر الشنطه اللي شفناها من شويه وبيديهم كلهم شوكولاته. بيقول لهم كلوا لحد ما تشبعوا، ما تخافوش لسه في كتير. بيقعدوا ياكلوا الكل بايده بسبب ثقتهم المطلقه في كري وحسوا الفكاهي العالي. وبعد شويه رودولف بيبدا يحكي لهم وبيقول لهم احنا ما كناش مستعدين، ما توقعناش ابدا ان العدو هيكون بالقوه دي كلها. جilbert بقى مستغرب، اي نعم الذئاب الخمسه كانوا اقوياء بس مش لدرجه يتفوقوا تماما على حزب من المستوى الخامس. رودولف بيقول له ذئاب مين؟ مش دول اللي احنا قتلناهم، اللي احنا قتلناه كان شبح صغير ووشه كان متغطي بجمجمه. غالبا كده الكائن ده هو تجسيد الحقد. كلهم بيتصدموا عدا كري اللي مش فاهم. بيقول لهم الشبح ده بيمثل اللعنه المتبقيه للقمر الفضي. فبعد ما البشر ابادوا ذئاب القمر الفضي سابوا وراهم ضغينه شخصيه وتحولت بعدين للكائن ده. هو ده التفسير الوحيد للقوه الهائله اللي احنا شفناها. احنا مستوانا مش قليل لكن على الرغم من كده فما كانش عندنا اي فرصه قدامه. قوته كانت في مستوى تاني لدرجه انه ممكن يكون في مستوى ال1000 سيف. كلهم بيتصدموا. ال1000 سيف هو اقوى صياد في العاصمه. كريبي بقى عمال ياكل في الشوكولاته وبيفكر في كلامهم. ال1000 سيف هو شخص اتدرب على يد قداس السيف وتعلم منه فن المسايفه. عنده هوس كبير بالسيوف لدرجه انه يقدر يخلص على اي عدو بسيف خشبي. وطبعا هو نفسه صديق طفولته واحد من الخمسه لوك سايكل، صياد من المستوى السادس ولقبه هو ال1000 سيف. بيقول في نفسه انا متاكد ان تجسيد الحقد ده قوي وكل حاجه بس مش لدرجه انه اقوى من لوك. ففي الاساس لو لوك كان سمع عن وجود وحش بالقوه دي كان زمانه اجا وخلص عليه من زمان. بس برضه ما اعتقدش ان تينا هتقدر تهزمه. يا ريتني كنت استنيت ارك. رودا بتقول له هنعمل ايه يا كري؟ يا ستي وانا مالي. ساعتها بتيجي في باله فكره وبيقول لهم قائده الفريق ده هي تينا، لازم نحترم الاوامر. وبكده بيهرب من الاسئله. بيقول لها ده برضه جزء من التدريب ولو حصل اي حاجه فانا هتدخل وهقدم لك المساعده. تينا فعلا بتفكر وبتقرر ان افضل خيار حاليا هو انهم يحاولوا يخرجوا من هنا بدل ما يقاتلوا. كري بيقول لها بس يا ريت ما تنسيش المصابين وحاولي تتحركي بالراحه، فلو هم جروا مش هيعرف يحصلهم. بيكملوا طريقهم فعلا لحد ما عادش فاضل لهم غير غرفه الزعيم ويكونوا عند المخرج. رودولف بيقول لهم انا اسف على كل ده، لو الكائن ده ظهر مره ثانيه فانا هكون درع ليكم وهكسب لكم شويه وقت، عايزكم بس تخرجوا صحابي من هنا. تينا بتقول مفيش داعي لكل ده، طول ما الزعيم معانا فاحنا كلنا هنخرج من هنا بامان. واحد فيهم بيقول انا اللي المفروض ابقى درع ليكم. في الاساس فرودولف قبل المهمه دي علشاني ولكن كري بيهديهم وبيقول لهم يبقوا تناقشوا في الموضوع ده بعد رجوعنا بامان للعاصمه. في الوقت ده بيبداوا يسمعوا صوت هواء زي علامه على انهم بداوا يقربوا. كري بيبص في ادواته وبيلاقي ان ما عادش فاضل معاه غير 5 خواتم امان، يعني 6 مرات كمان وهيموت فعلا لو اخد ضربه مميته. والمشكله ان ما عادش فاضل معاه ادوات تانيه يقدر يستخدمها. خاتم الرمايه مش فعال ضد الوحوش واقوى اسلحته اداه السيف وقعت منه ما يعرفش هي وقعت فين. معقول انا هموت هنا؟ وفعلا الصوت بيبدا يقرب وكلهم بيستشعروا كان بقوه كبيره جاي ناحيتهم. هو ده الوحش اللي رودولف كان بيتكلم عليه. بيستل رمحه كري بيروح يقف قدام تينا وبيقول لها ارجعي انت ورا. بيقول في نفسه لو عرفت تستخدم العبايه وتحول لصاروخ بشري هخسر واحد من خواتم الامان ولكن على الاقل هقدر اشن هجوم مفاجئ عليهم. في الوقت ده الهواء المحيط بيهم بيتغير والوحش بيوصل على المكان. رودا اول ما بتشوفه بتترعش من الخوف وكلهم بيعرفوا من نظره واحده ان من المستحيل انهم يفوزوا عليه. ده كان في مستوى تاني ولكن فجاه بيجي من وراه شخص غريب بيقنعها على رسمه جمجمه. تينا اول ما بتشوفه بتترعب. كري بيقول غريبه هي بتعمل ايه هنا؟ وهوب بتدي للوحش ضربه خاطفه لزقته في الحيط. ايوه صديقي دي واحده من الخمسه ليز سمارت اقوى لسه في العاصمه. ما العيال بيبقوا مصدومين وما لحقوش حتى يشوفوا الضربه. بتروح تتكلم مع كري وتقول له هم دول اعداء جدد ولا انا فاهمه غلط؟ بيشرح لها الوضع وليز وقتها بتخلع القناع وبتقول له الحمد لله ما توقعتش برضه انك هتضم ضعفاء زي دول للحزب بتاعنا. صحيح دي وقعت منك مش كده؟ وبتدي له اداه السيف. رودولفو والبقيه بيكونوا مصدومين ومش مصدقين انها بشريه اساسا. ليز وقتها بتتعصب وتقول لهم ايه ده؟ معقوله ما تعرفونيش؟ مع ان كري هو كمان هنا. عايز تفهمني ان في ناس في العاصمه لسه ما يعرفوش عن النفوس الحزينه؟ انا اسفه يا كري انا مكسوفه من نفسي. لما عرفت انك رحت على الخزينه كنت متاكده ان في حاجه غلط علشان كده سبت الباقيين وجيت على هنا لكن ما توقعتش ان المتدربه بتاعتي بقت بالضعف ده كله. بقى خزينه زي دي مش قادره تخلصي عليها. جيلبرت بيحاول يتكلم قامت ضربه هو كمان. بتقول له اخرس يلا مش شايفني بتاسف؟ جري والبقيه بيروحوا يطمنوا عليه يكون مات وليز بتكمل في تأديبها. بتقول لها عايز اعرف انا قصرت معاكي في ايه؟ هل انا ما كنتش قويه كفايه ولا التدريب ما كانش قوي ولا هو ناقص موهبه ولا هو طموح ولا مشكلتك ايه بالظبط؟ المشكله ان اي اجابه فيهم هتضربها برضه علشان كده هي اترعبت اول ما شافتها. بتقول لها جاوبيني يا تينا ساكته ليه يا حساله انت؟ مش فاكره ان ربيتك على كده كري هيكرهني بسببك. لو ما عندكش طموح فاحفري لنفسك حفره وموتي فيها. البت بتفضل تتاسف ولكن مفيش فايده. كري بيقول لها دي بس يا ليز تينا عملت شغل كبير النهارده وعزمت عدد كبير من الوحوش وهي اللي قادت المهمه. بتقول له ايه ده بجد؟ يعني عجبتك؟ بيقول لها ايوه وبعدين انا ملاحظ انك
بقيتي بتعرفي تتحكمي في نفسك. بتقول له خدت بالك بما انك اصريت فانا اتعلمت ازاي اوقف الضربه قبل ما توصل لاخرها. بيقول لها ايوه واضح جدا، عاش عليك بصراحه. وفي خلال ما هم بيتكلموا الوحش بيكون قام واحد من الذئاب بيجي بيوجه المدفع عليهم. ليز بتقول لها لسه الموضوع ما خلصش يا تينا، هحاسبك بعدين. بتروح تلبس القناع وبتستعد للقتال. الذئب بيشغل الضرب فيهم وليز زي ما يكون الزمن توقف عندها. بيخلص الضرب بتاعه وليز هي كمان خلصت. بيبصوا على المنظر وبتصدموا. ليز مسكت كل الرصاصات وعملت بيهم شكل. يا بنت المجنونه. بتتعصب اكتر وبتقول انت بتستهزئ بيا. بتعجبني من مسدس تافه زي ده، روح هات لك دبابه يالا. بتنادي تينا وبتقول لها بقى انت كنت خايفه من شغل العيال ده، انت عايزه بقى الاعضاء ياكلوا وشي وحوش زي دول بتقتليهم كده. بتطير على الذئب وبتديله حته ركله فلقيته نصين. الوحش حرفيا اتبخر واختفى في ثواني كده، ما عادش فاضل غيرك انت. بيمسك سيفه وبيطير عليها ولكنها بتمسكه بايديها. بتقول لها انا مش فاهمه بصراحه ايه هي مشكلتك مع وحش زي ده. بتطير في الهواء بعدها بتديله سماش بتلزقه في الارض. بتكمل عليه بالبوكسات وهي مستمره في الشرح لتينا ازاي تهزم وحش زي ده. تينا بتبقى عماله تعيط ومتاثره من الدرس اللي هي بتعلمه لها. بتقول لها مفيش وقت، لازم تبذلي جهد اكتر مني من الضعف والا الناس تاكل وشي. وبعد ضرب كتير الوحش تقريبا بيكون اختفى من الوجود. كريه بيقول بقى كانوا بيقولوا عليه مستوى الالف سيف، ده ما اخدش في ايديها ثواني. وهي دي بقى ليز سمارت، اسرع شخص في العالم. من سرعتها محدش بيلحق يشوف حتى ظلها، وعلشان كده فلقبها هو الظل المكبوت، وتبقى صياده من المستوى السادس. وبكده تكون انتهت المهمه دي على خير بسلام. بيرجعوا بعدها على النقابه وجilberto بيقرر يسلم سيفه وبيقول لهم يبقى ادوا السيف ده للالف حيله. انا قررت اني ارجع اتعلم الاساسيات من تاني مع فريقي القديم. بلغ كريه بشكري وبوعدكم انه قريب جدا هقدر امسك الرصاصات زي ما الظل المكبوت عملت. كلهم بيقولوا له مستحيل، اكيد مش هتقدر، انسى الموضوع. تينا بتقول له في حاجه انت ما تعرفهاش، اقنعه النفوس الحزينه مصنوعه خصيصا لاعضاء الفريق. وبنرجع لورا 6 سنين لما كريس صنع لهم الاقنعه ونسى حاجه مهمه جدا، وهي انه يعمل فتحات للعين. بيقولوا له عظمه قوي كده الهجمات الضوئيه مش هيكون ليها اي تاثير علينا، ده غير ان لو عرفنا نتحرك واحنا لابسينها هنبقى اقوى بكتير. عظمه عليك يا كري. ومن هنا نشأت فكره اقنعته من غريبه. وعلى الناحيه الثانيه كري بيبقى متوتر وعمال يدور على القلاده اللي استخدمها ضد الذئاب ولكنه مش لاقيها في اي حته. كده ما عنديش خيار تاني، هحاول انسى الموضوع وخلاص. وبنرجع سنه لورا علشان نعرف هي ليه مهمه قوي كده. وقتها واحده من الخمسه طلبت منه انه يحتفظ بيها وقالت له انها هتبقى مطمنه اكتر لو سابتها معاه. والبنت دي بتدعى اشتوري سمارت، صياده من المستوى الخامس وخيميائيه عبقريه. على الرغم انها تبان غريبه حبتين ولكنها تبقى جزء من معهد العلوم وتعتبر عالم النفوس الحزينه والمخططه بتاعتهم. تبقى اشهر خيميائيه في العاصمه علشان كده الناس اطلقوا عليها لقب العبقريه. ومن وقت للتاني بتخترع حاجات مجنونه وبتطلب من كريه يحتفظ بيها. بيقول لها القلاده دي بتفكرنا لما كنا متعودين نلعب بالسلام واحنا صغيرين، يا ترى هل لو فتحتها هلاقيه جوه؟ ولكنها بتقول له اوعى تعمل كده، لو فتحتها حتى لو بالصدفه فاحتمال العاصمه كلها تتدمر. هي خطيره حبتين يا مجنونه. بتقول له يبقى خد بالك وانت بتتعامل معاها يا كري. وحاليا بقى فهو عمال يدور عليها ومش لاقيها. بيفضل يدور ويدور ولكن مفيش اي فايده. بيهدى شويه وبيحاول يحلل الوضع بهدوء. بيفتكر لما فتح الكبسوله في عرين الذئب الابيض ولقاها كانت فاضيه، وقبل ده فهي كانت موجوده في الخزنه طول الوقت وما اتحركتش من جواها. ده غير ان الخزنه نفسها تبقى اداه اثريه. الكلام ده مالوش غير معنى واحد بس، وهي انها كانت فاضيه من الاول. بالظبط ايوه، اكيد اشتوري كانت بتهزر معايا. في الوقت الحالي هحاول ما افكرش كتير في الموضوع. وعلى الناحيه الثانيه بيبقى في مجموعه من الصيادين داخل خزينه من المستوى الثالث ومستغربين من مدى قوه الوحوش اللي جواها. ويبدو كده ان الوحوش عماله بتزداد قوه في الفتره الاخيره. بيقول لهم انا سمعت ان الالف حيله هو كمان بيبحث في الموضوع، اكيد في حاجه هتحصل. وفي الصباح كريبي بقى ماشي زي الزومبي، وده لانه ما عرفش ينام من التفكير في القلاده اللي ضاعت. بيقابل في طريقه ايفا وبتعرفه ان الجمعيه عايزاه علشان يسمعوا منه تقرير مفصل عن عرين الذئب الابيض. بيقول لها اسالي تينا، انا وصلت هناك في الاخر مش اكتر. بتقول له تينا حاليا بتتدرب مع ليز، سيبها في حالها. بيقول لها صحيح وما فيش اي تحركات غريبه حصلت في العاصمه اخر كام يوم؟ بتستغرب وبتقول له تحركات زي ايه؟ قال لها لا عادي، لو ما فيش حاجه مهمه يبقى خلاص انسي. بتقول له تمام يبقى هدور في الموضوع. يا ستي ما فيش حاجه والله، ممكن اكون انا اللي بقلق على الفاضي مش اكتر. في الوقت الحالي عايزين نهدى في قراراتنا. وطبعا ده كله صديق علشان ما حدش يدور وراه ويكتشف انه ضايع القلاده. بيقول لها اروح انا القي نظره على تينا وبيسيبها وبيمشي. وبعد ما بيمشي ايفا بتبقى مستغربه. مؤخرا كان في كوارث طبيعيه وحالات غريبه جوه خزائن الكنوز، وفوق كل ده كان في بعض المشاكل بين نبلاء العاصمه. من ساعه ما اشتغلت معاه هو دايما بيقدر يتنبأ بالاوضاع من غير اي دليل. في البدايه كنت فاكراها صدفه ولكن الموضوع اتكرر اكتر من مره، معنى كده ان في قلق هيحصل في العاصمه الفتره الجايه. وعلى الناحيه الثانيه كري بيوصل على ساحه التدريب وبيلاقي الصيادين مجتمعين قدام البوابه ومش عارفين يدخلوا، ومن بينهم الشخص ده واللي بيدعى السفين انجر، صياد من المستوى السادس وعضو في عشيره الخطوات الاولى. بيروح يتكلم مع كري ويقول له اخيرا وصلت، لازم توقف التدريب ده قبل ما تينا تموت. باقي اعضاء النفوس مش هنا ومفيش حد غيرك يقدر يوقفها، اساسا اللي خلاها ترجع لوحدها. بيقول له تقريبا كده حست بالملل من الخزينه اللي كانت فيها وقررت انها ترجع على البيت. بيقول له بتهزر، القصر الليلي هو خزينه من المستوى الثامن، ازاي حست بالملل هناك؟ انتوا فعلا مش طبيعيين. عموما مش موضوعنا، لو محدش دخل ووقفها دلوقتي فتينا هتموت. بيقول لي يا عم انت بتبالغ، البني ادمين مش بيموتوا بالسهوله دي. ولكنه بيفتح البوابه وبتصدم بتينا واقعه على الارض ومش بتتحرك. ليز بتقول لها انت ما بتقوميش ليه؟ معقوله ده كل اللي عندك؟ ولا انت بتستهزئي بيا وفاكره اني مش هقتلك لو عملت
عملت نفسك نايمه، تبقى غلطانه لانها قتلك عادي، وفعلا بتجهز هجومها وبتستعد علشان تخلص عليها. ولكن على اخر لحظه كري بيسقف وبيوقفها. ليز بتقول له انت جيت، انا بدي لتينا الدرس بتاعها. على فكره تينا عندها الموهبه ولكن ما اعرفش هي ليه ضعيفه قوي كده، انا فاكره ان لما كنت قدها كنت اقوى من كده بكتير. كري بيقول لها انا متفاهم شغفك بس اعتقد ان دي اقصى حدودها، كفايه كده النهارده. في الوقت اللي تعبيرها بتتغير وبتقول له افهم من كده انك بتحاول تامرني. بيقول لها ايوه بصراحه هو ده قصدي، وعلى طول بترجع لطبيعتها وتقول له يبقى خلاص قشطه، ما دام انت مصر يبقى كفايه كده النهارده. ولكن تينا وقتها بتمسكها وبتقول لها انا لسه قادره اتحرك، وبيتضح انها كانت ملبساها القناع وبتقاتلها بيه. بتقوم فعلا وليز بتقول له هو ده المتوقع من كري، دي ما كانتش قادره تتحرك من شويه، يلا بينا نكمل يا تينا. بيقرر يسيبهم ويخرج ويقول لهم لا مؤاخذه يا رجاله، بس ما دام ليز وصلت لكده مفيش فايده من الكلام معاها. سيفين بيقول له انت طول عمرك كده اكيد بتعمل ده علشان تخلي تينا اقوى، بس لازم تراعي ان مش كلنا زيكم يا عم. كري بيقرر يسكت، فكده كده محدش بيسمع كلامه للاخر. بيقعدوا يتكلموا، سيفين بيعرفوا ان في عدد كبير من الوحوش بداوا في الظهور فجاه، وحاليا فهم بيحققوا في الموضوع. بيقول له انا كمان سمعت عن الموضوع ده. بيفتكر اللي حصل معاه في خزينه الذئب الابيض والوحوش اللي كانت اقوى بكتير من الطبيعي، وغالبا كده فرئيس الجمعيه كان عايز يقابله للسبب ده. لو بس ارك كان هنا كان زماني رميت كل ده عليه، ارك قوي وذكي والناس كلها بتثق فيه اكتر حتى ما بيثقوا فيا، لو بس اقدر اسيب كل ده ليه يا ريت لو يرجع قريب. وفي خلال ما هو بيفكر بتيجي في باله فكره جامده، لو مش عارف اسيب الموضوع لارك يبقى هسيبه لحد تاني. بيقول لي سفين بدل ما انت مش عارف تستخدم قاعده التدريب النهارده، ايه رايك لو تروح تعمل مهمه للجمعيه وهو منه تدريب ليك، ويا ريت لو تبلغ الرئيس اني مشغول ومش عارف اقابله النهارده، وبس كده هي دي كل حاجه. وبعدها بيسيبهم وبيقوم وهو حاسس انه عبقري جدا النهارده. وبعد ما بيمشي التاني بيبقى متضايق، بيقول له ما تقدرش ابدا تعرف هو بيفكر في ايه اساسا، ايه اللي هو بيعمله طول اليوم، ليه القائد بيفضل هنا بينما باقي الاعضاء بيخرجوا في مهمات. سفين بيقول له انت لسه جديد علشان كده لسه ما تعرفش، بس اللي هو بيعمله انه بيحافظ على النفوس الحزينه وعلى العشيره هي كمان. باختصار وجوده بيحافظ على توازن الفريق. انت ممكن ما تفهمش بس انا متاكد ان الشخص ده هو كمان وحش في حد ذاته. نصيحه ليك حاول ما تستخفش باي حاجه هو بيقولها والا انت اللي هتندم. وجوه الجمعيه الرئيس جارم بيبقى عمال يقرا في التقارير وبيعرف ان في تغيرات في خطوط الطاقه بالقرب من عرين الذئب الابيض، ولكن المشكله ان مفيش اي تغير في كميه المانا المنبعثه من الخزينه. يبقى ازاي ده بيحصل؟ انا محتاج اتكلم مع كري. المساعده ساعتها بتعرفه انه قال لهم انه مشغول لدرجه انه مش هيعرف يحضر النهارده. قال لا يبقى انا اللي هروح له بكره. الواد ده عارف حاجه انا متاكد، على الرغم ان بقاله فتره كبيره ما دخلش على الخزينه لوحده، ولكنه المره دي قرر يروح بنفسه على الذئب الابيض. ده في حد ذاته يثبت لنا ان في حاجه هو مخبيها. وتحت الارض بنشوف مجموعه من الباحثين هم قدام جهاز كده، الرئيس بتاعهم بيقول لهم ما توقعتش خالص ان صياد من مستوى عالي هيتورط في خزينه من المستوى الثالث، وطبعا يقصد بكلامه ده كري. باقي الباحثين بيقولوا له كده كلها بقت مساله وقت والجمعيه هتكتشف المكان ده، احنا لازم ما نستعينش بالالف حيله بعد كده. وبيقترح صديقي ان الشخص ده يبقى رئيس مركز الابحاث في فرع العاصمه وبيلقب بسيد الصحراء، ويبدو كده ان هو اللي كان ورا الحالات الغريبه اللي بتحصل في خزائن الكنوز، او بمعنى صح الجهاز اللي قدامه. واحد من اتباعه بيقول له اصلا حتى لو عثروا على المكان فالصيادين عمرهم ابدا ما يفهموا السبب الحقيقي لكل ده. الرئيس وقتها بيبدا يشرح وبيعرفهم ان الجهاز ده بيستغل القوى الهائله اللي بتتدفق عبر خطوط الطاقه في انه يعمل تعديلات في خزائن الكنوز. بيقول لهم لو البحث بتاعي اتطور فالمفروض ان يبقى عندنا القدره اننا ننشي خزائن كنوز زي ما احنا عايزين، ولكن المشكله دلوقتي في اننا مضطرين نسيب المكان ده قبل ما الجمعيه توصل. لو بس صوفيا كانت هنا كان زمانها قدرت تحل لنا اللغز ده. عموما انا اتصلت بيها وطلبت منها ترجع، وصوفيا ده صديقي تبقى دراعه اليمين وعبقريه على حسب كلامه. بيقول لهم في الوقت الحالي فاحنا محتاجين نركز على جمع اكبر عدد ممكن من المعلومات. بيقولوا له امرك، وبعدها بياخدوا بعضهم وبيمشوا. نرجع بقى لكريو اللي بقى شايف العاصمه كلها عماله بتتحرق قدامه ومش قادر يعمل حاجه، ولكن بيطلع ان كل ده كان مجرد كابوس. بيصحى من النوم وبيقول معقوله تكون القلاده خطيره للدرجه دي؟ بس لا اكيد انا اللي كنت بهلوس. لسه بعدها بتيجي تتكلم معاه بتساله اذا كان فاضي النهارده يخرج معاها. الله طب وتدريبك وتدريب تينا؟ قالت له النهارده اجازه، لو كملت اكتر من كده تينا فعلا هتموت. بيفكر كده وبيقول لها تمام انا موافق. وجوه النقابه جرم بيكون وصل على المكان علشان يقابل كري. بيلاقي كري نازل ومعاه ليز ويقول له انت هنا عايزك في موضوع مهم، ولكن ليز بتروح تتصدر له وتقول له كري مش فاضيلك النهارده، امشي من هنا يا عجوز انت. جرم بيقول لها انت رجعت امتى؟ وبعدين ايه اللي حصل في خزينه القصر الليلي؟ مش قلت لك انك لازم تقدمي تقرير لما تخلصي خزينه اعلى من المستوى السابع؟ وتقول له ما تصدعنيش يا عم، وبعدين انتوا بتعتمدوا على كري اكتر من اللازم، اتعلموا ازاي تخلصوا مشاكلكم بنفسكم. جرم وقتها بيتعصب ويقول لها انا سكت لك بقالي كتير، انت فاكره نفسك بتكلمي مين؟ بتقول له ما يهمنيش، انت كده هتبوظ الخروجه بتاعتي. بتهجم عليه ولكن جرم بيصدها، ويبدو كده ان المعركه هتشتعل ما بينهم. كري بيقول للمساعده بتاعته تعالى احنا نشرب شويه شاي عما هم يخلصوا. بيقعدوا يتكلموا وكانت بتحكي له على موضوع خطوط الطاقه واللي بيحصل جوه الخزائن. بتقول له انت رحت على الذئب الابيض مش كده؟ ما لاحظتش اي حاجه غريبه هناك؟ بيقول لها مش قوي، انا بس قلقان اكتر من الموضوع التاني، ويقصد بكلامه ده موضوع القلاده. بتقول له ممكن تشرح لي اكتر؟ بيقول لها انا مؤاخذه بس ما اقدرش اقول لك دلوقتي، ممكن يكون في حد سمعنا هنا ولا هنا. يا ابن المحنكه بيقول في نفسه كده حلو، اهم حاجه محدش يعرف اني ضيعت القلاده. بيقول لها انا ما اقدرش اغادر دلوقتي بس بوعدكم اني اخلي عشرتنا تساعد على قد ما تقدر. صحيح ممكن تبقى تطلبي من ارك. وفي الدور اللي تحت القتال بيبقى مستمر من الاثنين المجانين دول ونازلين تدمير في المكان. ليز بتقول له
الظاهر كده ان قعده المكاتب خلتك ضعيف يا جرم. بتطلع على ظهره وبتقول له ايه ده انت طلع لك كرش، لازم ترجع تلعب رياضه من تاني. بتفضل تستفز فيه وجرم وقتها بيكون جاب اخره وبينفجر من الغضب. بيقول لها شكلي كده محتاج اربيكي من اول وجديد. بيشد كده قبضتيه وهالته بتجتاح المكان. وبنعرف ان جرم في الاساس كان صياد محترف من المستوى السابع، ولكنه حاليا اتقاعد من كونه صياد وبقى رئيس الجمعيه. ولحد دلوقتي فالناس لسه بتناديله باسمه القديم وهو شيطان الحرب. بتستمر المعركه ما بينهم والمكان بيبدا في الانهيار. كري وقتها بيوصل بسرعه بيهديهم قبل ما يدمروا المبنى. بيقول لهم احنا انتهينا من كلامنا، حاولوا تهدوا شويه. وفي ثواني ليز بتنتقل لعنده وبتقول له اخيرا خلصت، يلا نكمل خروجتنا. جرم بيبقى مصدوم من سرعتها، هي راحت لهناك امتى؟ شكلي كده محتاج ارجع اتدرب من تاني. بيخرجوا بعدها من النقابه وبيتمشوا سوا. كري بيقول لها صحيح عملت ايه في القصر الليلي؟ هل الوحوش اللي هناك كانت قويه فعلا؟ بتقول له ايوه اقوى وحوش قابلتها في حياتي. بيقول لها يعني مثلا ايه مدى قوتها مقارنه بزعيم الذئب الابيض؟ بتقول له ايه ده هو كان في زعيم؟ لا مؤاخذه بس انا ما بفتكرش الوحوش الضعيفه اللي زي دول، بقى وحش بالقوه دي كان ضعيف. كري بيقول في نفسه يا ريت لو لوك البقيه يرجعوا بسرعه، انا عايز احل موضوع القلاده ده في اسرع وقت. بيقول لها عايز اسالك سؤال، لو افترضنا ان العاصمه كلها اتدمرت لسبب ما نعرفوش، وقتها ايه اللي هتعمليه؟ بتقول له هي دي محتاجه سؤال؟ اكيد ههرب معاك، في اماكن كتير عايز ازورها. طول عمرها متفائله. وفي خلال ما هم واقفين فجاه كري بيلاقيها ماسكه واحد ومكتفاه. بتقول له الراجل ده كان بيبص لنا من شويه يا بنت المجنونه. بيطلب منها يسيبه وبيحاول يعتذر من الراجل ولكنه بيسيبهم وبيطلع يجري. لسه ساعتها بتاخد بالها من حاجه وبتقول له معقوله انت كنت سايبه عن قصد؟ ده حتى انا ما كنتش واخده بالي، انت بتقول ايه يا ست انت؟ وجوه احد المباني الراجل بيبقى مستخبي وبيتنفس بالعافيه. بيقول في نفسه ازاي قدرت تشوفني؟ انا كنت بعيد عنهم. والسؤال الاهم ليه الالف حيله سابني اهرب، هل ده تحذير منه ولا ايه اللي هو يعرفه بالظبط؟ وبيقترح يا صديقي ان الشخص ده يبقى جاسوس تبع للمنظمه اللي شفناها من شويه، واللي بالمناسبه بتطلع برج الاكشي. الوضع عمال بيزداد سوء ورا سوء، وكري سايب الدنيا تولع في بعضها وخارج مع ليز. وجوه النقابه جرم بيبقى هنفجر من الغضب بسبب كري وعمايله. الباشا بعت له سيفن وفرقته وما قالوش على السبب، بس ما باليد حيله. بيقرر في النهايه انه يثق فيه، بيطلب من سيفن واللي معاه انهم يروحوا يحققوا في خزينه الذئب الابيض. نرجع بقى لكري وليز اللي بيكونوا وصلوا على احد الاحياء الخطيره اللي في العاصمه. بيفضلوا يتمشوا، وبنعرف من كري ان مؤخرا في عدد كبير من الاشخاص عمالين بيتخطفوا واحد ورا التاني، ولكن مش ده السبب اللي كري جاي علشانه. السبب الحقيقي هو ان في محل ايس كريم فاتح جديد هنا وهو عايز يجربه. وجوه محل الايس كريم بنشوف الجاسوس اللي كان بيمشي وراهم وهو مستخبي ومصدوم. بيقول في نفسه ازاي اللي بيعملوا الالف حيله هنا، انا اتاكدت ان ما كانش في حد ورايا وانا في طريقي لهنا. وبيطلع صديق ان محل الايس كريم يبقى واحد من المخابئ السريه بتاعتهم. الجاسوس يعني بيبقى فقد الامل وادرك ان كل ده كان فخ معمول له من كري علشان يكتشف مخبأهم. وفي خلال ما هو قاعد فجاه بتدخل على بنت بشعر احمر وبتقول له انا رجعت. ايوه صديقي، البنت دي تبقى صوفيا بلاك، الايد اليمين لرئيس منظمه الاكاشي. وبره محل الايس كريم بيفضلوا يخبطوا بس ما حدش بيرد عليهم. ليز لسه هتكسره ولكن كري بيوقفها وبيقول لها شكلهم كده قافلين النهارده، يا خساره كان نفسي ادوق الايس كريم بتاعهم، بس ما يصحش يعني ان نضايق اصحاب المحل. وفعلا بيقرروا انهم ياخدوا بعضهم ويرجعوا على البيت. والجاسوس حرفيا بيبقى قاعد قدام البيت وهيعملها على نفسه. وجوه البيت كري بيبقى عمال يفكر في موضوع السلايم وبيتمنى ان يشتري ترجع في اقرب وقت قبل ما اي مصيبه تحصل. بتدخل عليهم ايفا وبتعرفوا انها اختارت الاعضاء اللي هيكونوا ضمن فريق التحقيق في خزينه الذئب الابيض، ومن ضمنهم سيفن وفريقه اللي هو اختارهم بنفسه. وكمان هيبعتوا علماء متخصصين في علم الاثار علشان يبقى تحقيق شامل. كري بيقول في نفسه يا نهار ابيض، هو الموضوع كبير كده ليه؟ عموما ماليش دعوه، كده كده انا مش رايح. وتحت الارض المنظمه بيبقوا عمالين يتناقشوا في قضيه الالف حيله ومش مصدقين انه قدر يعثر على واحده من منشاتهم السريه بالسهوله دي. هل معنى كده ان شبكه استخباراته اقوى من شبكه استخباراتنا؟ لا، والاسوأ من كده انه مشي من غير ما يعمل حاجه. يا ترى هو بيفكر في ايه بالظبط؟ في الوقت ده صوفيا بتدخل عليهم وبتقول لهم انهم هيقتلوا. بيقولوا لها انت اتجننتي، ده صياد من المستوى الثامن. بتقول لهم وايه يعني؟ ما تنسوش احنا مين، احنا مش محتاجين نهرب من حد، كل الحكايه انهم شويه صيادين مستواهم عالي، وهي دي الفرصه المناسبه علشان نختبر نظام الدفاع اللي انا صنعته عليهم. ولو احنا قدرنا نتخلص منهم فمش هنضطر نقلق من ان معلوماتنا تتسرب اكتر من كده. ها قلتوا ايه؟ رئيس المنظمه بيعجبه الكلام، بيقول بما انها كده كده خربانه فانا موافق، هسيب الموضوع ده عليك يا صوفيا. وجوه النقابه بنشوف عدد كبير من المغامرين متجمعين، وكل ده علشان يشاركوا في التحقيق. كري بيوصل على المكان وبيتصدم من العدد اللي قدامه. بيبقى لسه موضوع التحقيق اصلا وبيقول ايه اللي جاب كل دول على هنا. ايفا وقتها بتوصل وبتقول له انت طلبت نبعت ارك، وبما ان ارك مش موجود فانا حاولت اجمع مجموعه تكون قريبه من قوته. كري بيقول في نفسه احيه، اي نعم انا طلبت ارك بس ده علشان هو عمره ما بيرفض لي طلب، وبعدين لو كل دول راحوا التكاليف هتبقى عاليه، مين هيدفع كل ده؟ بيقول لا احنا اعضائنا كلهم اقوياء، انا شايف ان نص العدد ده هيكون كفايه واكتر. كل المغامرين وقتها بيتخضوا، هو انت عايز تموتنا؟ عايز تبعت نصنا المكان كنت ناوي تبعت عليه ارك؟ ده انتحار رسمي. كريم ما بيبقاش فاهم حاجه، يا جدعان عندي خزينه من المستوى الثالث، ايه اللي ممكن يحصل؟ ايفا وقتها بتلبسه وبتقول لهم ان كري عايز يقول لكم حاجه، وفعلا كري بيحاول يهديهم ولكن مفيش حد بيصدقه. بيقولوا له مش وقت اختبارات، مش لدرجه تقلل عددنا للنص. كري بيفكر كده وبيلاقي ان حتى تينا مش واثقه فيه. بيقول لهم خلاص ما دام انتم مصممين يبقى ما اقدرش اوقفكم. بيقول في نفسه كده لو كلهم راحوا وما طلعش في حاجه مش هتحمل المسؤوليه، ولو جرم قال لي حاجه هبقى اعمل نفسي عبيط والموضوع هيعدي. ليزا وقتها بتتدخل وبتقول لهم كري طيب لو انا كنت مكانه ما كنتش هاخد حتى النص، انا لوحدي هكون كفايه. دلوقتي بس عرفت ليه كري بيحس
بالملل، بطريقتكم دي عمركم ابدا ما هتتطوروا. بتطلع على كريه وبتقول له سيب لنا المهمه دي، ربع العدد ده هيكون كفايه بالنسبه لي. ولكن كريه بيرفض وبيقول لها لا، وبعدين مش ضامن ايه اللي هيحصل لو انت رحت معاهم، انت هتفضلي هنا وهبعت كل العدد ده. اذا بتقرر تلبسه تاني وبتساله اذا كان هيقود الفريق بنفسه، وفعلا كل المغامرين بيتحمسوا وبيطمنوا لان كريه هو اللي هيقودهم. كريه وقتها بتجيله فكره خبيثه وبيقول لهم تمام انا جاي معاكم، بس الاول عندي كام حاجه مهمه ما ينفعش اجلها، وعلشان كده اسبقوني انتوا وانا هحصلكم بعدين. ولحد ما اوصل فستيفن هو اللي هيكون مسؤول عن قياده الفريق. خطه ما تخرش الميه كده، كل اللي عليه يعملوا انه يتاخر لحد ما المهمه تنتهي وفي نفس الوقت يكون حافظ على شكله. نروح بقى لستيفن وفرقته اللي بيكونوا عمالين يخلصوا على الوحوش بكل سهوله ومش لاقيين اي ادله لحاجه غير طبيعيه، ولكنهم بيقرروا يكملوا طريقهم واثقوا في احساس كري. وفي نفس الوقت ده مساعد ارك بيروح يتكلم مع كري وبيسالهم اذا كان في اي معلومه ممكن تفيدهم في المهمه دي. كري بيفكر كده ويقول له في حاله لو لقيتوا اي حاجه شبه السلايم فلازم تاخدوا بالكم. تاني بيستغرب، فالمفروض ان السلايم حيوان ضعيف وما بيظهرش بالخزان اللي من المستوى الثالث، ولكن كري بياكد عليه بيقول له انه مش سلايم عادي ولازم ياخدوا بالهم. وعلى الناحيه الثانيه منظمه الاكاشي بيبقوا متعصبين وبيعتبروا ارسال كري لعدد كبير من المغامرين لخزينه الذئب الابيض بمثابه اعلان للحرب عليهم. واحد فيهم بيقول لهم المشكله الحقيقيه تكمن في فريقه النفوس الحزينه، لو اتحركوا محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. صوفيا بتقول له ما تقلقش، نظام الدفاعي مستعد ليهم، ده غير ان حاليا ما فيش غير 3 اعضاء بس منهم هم اللي موجودين في العاصمه، كري اندري وليز سمارت، والثالثه هي الكيميائيه العبقريه اشتور سمارت. نقطه ضعف ليز سمارت هي الهجمات الجسديه، والالف حيله هو عقل الفريق، وعلشان كده ما يقدرش يستخدم قوته الا لما يوجه اعضاء فريقه. مشكلتنا الوحيده هي في اشتوري، البنت دي تبقى عدوتي اللدوده وهعمل كل اللي اقدر عليه علشان اقضي عليها، مستحيل اسمح لها تقرب من البحث بتاعنا. رئيس المنظمه وقتها بيرفع ايده وبيامرهم يتبعوا اوامر صوفيا. من هنا ورايح كلام صوفيا هو كلامي، من هنا هتبدا الحرب. وجوه الخزينه سيفن وفريق بيبقوا مستمرين في البحث جواها ومش لاقيين اي حاجه. بتيجي لسيفن مكالمه بان باقي اعضاء فريق التحقيق وصلوا ومستنيينهم بره الخزينه. بيروحوا يجتمعوا بيهم، واحد من المغامرين بيبقى معترض على اوامر كري وان كل اللي قالوا انهم لازم ياخدوا بالهم من سلايم. ببساطه ايه اللي هيجيب وحش زي ده هنا؟ واضح جدا انه بيستهزأ بينا. سيفن بيقول له زمان كري كان اقترح علينا اننا نخرج ونروح نشوف ازهار الكرز، ولاننا كنا بره المدينه طلب مننا نجيب معانا اسلحتنا كنوع من الاحتياط. عارف المكان ده بقى ايه دلوقتي؟ بقى خزينه كنوز من المستوى السابع، عمري ابدا ما هنسى مشهد ظهورها. تفتكر كل دي كانت صدفه؟ انا متاكد ان كري بيقدر يشوف المستقبل، ولحد ما يجينا منه معلومات جديده فانا عايزك تثق فيه وفي احساسه. وعندك كري بيبقى عمال يفكر في انسب وقت يغادر فيه بحيث يوصل بعد ما الموضوع يكون خلص. وفي خلال ما هم قاعدين إذ فجاه بتدخل عليهم اشتوري وبتقول له انها رجعت لان كان عندها احساس انه يحتاجها. بتقول له المره دي عدونا قوي، لازم نخلص عليهم قبل ما قوتهم تزداد. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف جارم وهو لابس دراع المعركه ومتوجه على التحقيق هو كمان. بكلام ليس بيبقى عصبه وعايز يثبت لها انه لسه في شبابه ويقدر يقاتل. وجوه النقابه كري بيقول لاشتوري على موضوع السلايم، واشتوري بتقول له ان المشكله بتكمن في سرعه تطوره وقدرته الرهيبه على التكيف، بس ما تقلقش انا صنعته بحيث ما يهاجمناش احنا الاثنين. بتبدا تفكر وتحلل الوضع وبتستنتج انه اكيد خرج في اللحظه اللي كري فتح فيها الخزنه واخد القلاده، ولانه سلايم فطبيعي هنجذب للرطوبه غريزيا ويحاول يهرب عن طريق المجاري، يعني زمانه دلوقتي في البلاعات. لو ما عملناش حاجه بسرعه فاحتمال فريق التحقيق كله يبات بالكامل، علشان كده انا بطلب منك تسيب لي الموضوع ده. نروح بقى لفريق التحقيق وسيفن بيجمع كل الفريق وبيسالهم اذا كان عندهم اي خبره في المعارك ضد السلايم. وطبعا يا صديقي كله بياخد الموضوع باستهتار، اللي بيقول له انه قبل كده داس عليه بالغلط وقتله، واللي كان بيقتله بالمبيد الحشري، واللي كان بيسيبه في حاله، وده طبيعي. فحتى الاشخاص العاديين بيعتبروا السلايم كائنات غير مؤذيه. سيفن بيقول له هو كريم ما قالكش اي حاجه غير انه سلايم؟ بيقول له كل اللي قاله انه مش سلايم عادي. سيفن بيبقى واخد الموضوع جد، بيقول هو ليه دايما لازم يبقى بخيل في معلوماته. وفي خلال العبث ده نفس المغامر بيخرج لهم من تاني بيقول لهم ما تسيبونا من كل ده وتعالوا نكمل التحقيق، ولو انتوا خايفين قوي كده من مجرد سلايم فانا يا عم هتكفل بيه. بصراحه منطقي، ولكن مفيش فايده. ده المغامرين بيبداوا يضحكوا عليه وسيفن بيقول له براحتك، بس لعلمك انا حاولت احذرك، على الاقل حاول ما تموتش على الفاضي. التاني بقى بيبقى هيتجنن اكتر وبيقول لهم انتوا كلكم مجانين، مصدقين كلام واحد ما هوش هنا اساسا، وبيسيبهم وبيمشي. ومن بين المغامرين بنت بشعر احمر بترفع ايديها وبتقول له انها كيميائيه واسمها هو تاليا، وواضح جدا من شكلها ان هي دي صوفيا بلاك اللي شفناها من شويه واتسللت لفريق التحقيق. بتعرف على نفسها وبتقول لهم انها كانت بتدرس مع اشتروا في المختبر وكانوا متعودين يجروا ابحاث عن السلايم مع بعض. بتطلع لهم جرعه من معاها وبتقول لهم انها تبقى جرعه مضاده للسلايم من صنع اشتوري. وتحت الارض رئيس المنظمه بيتواصل مع صوفيا وبتعرفوا ان التجهيزات كلها اكتملت. بتعرفوا كمان ان فريق التحقيق مكون من 100 صياد وعدد قليل منهم بس هو اللي من مستوى عالي، يعني مش هنواجه اي مشكله في التخلص منهم. في نفس الوقت ده سيفن بيحمس الفريق وبيدي الامر باقتحام الخزينه واستخدام الصافرات في حاله لو عثروا على اي حاجه غريبه. وعلى الغروب بيكون انتهوا من التحقيق في الخزينه وما توصلوش لاي حاجه جديده. الحاجه الوحيده هي ان الوحوش بقت اقوى فعلا. معقوله يكون كري فقد قدراته؟ ومن تاني نفس المغامر بيفضل يصيح وبيقول له لو كنت اديتني الاوامر من الاول كان زمان الموضوع انتهى من زمان، ابقى سلم لي على الزعيم بتاعك. وبياخد بعضه وبيروح على الغابه. وفي خلال ما هو واقف بيسمع صوت غريب جاي من جنبه وبيروح يلقي نظره، وبنشوف اتنين من منظمه الاكاشي هم معاهم ذئب ضخم ناويين يطلقوه على فريق التحقيق. واحد فيهم بيبقى معاه حقنه غريبه وناوي يحقنها في الوحش، وبدون اي مقدمات الواد بينطلق عليهم وبيخلص على الاول. التاني بيحاول يستخدم سحر ولكنه بيصدها وبيطيره. اي نعم بيصيح كتير بس على الاقل
اللي طلع قوي. بيمسك واحد فيهم وبيفضل يضربه علشان يعترف، ولكن في اللحظه دي زميله بيجيب الحقنه وبيحقنها كلها في الوحش، وفجاه المكان بيبدا يهتز وجسم الوحش بيبدا يتغير وبيتحول لكائن هلامي اشبه بالسلايم. ايوه صديق سلايم. وعند سيفن بيسمع صوت الصفاره وبيطلب من كل المغامرين انهم يتجهزوا ويستعدوا للمعركه. بيروح يستلوا اسلحتهم وبيستنوا وصول العدو، وفي خلال كده بيتفاجئوا بجان جاي يجري عليهم وجسمه كله اصابات. بيقول لهم الالف حيله كان عنده حق، عدونا هو سلايم. ومن قدامهم الوحش بيوصل وبيبلع اي حاجه تقابله في طريقه. كل المغامرين بيتصدموا من شكله، ولكن سيفن بيهديهم وبيأمر السحرة بالهجوم. بيمسك واحد من اسهم وبيطلقوا عليه، وكل السحرة هم كمان بيبداوا يهاجموا بتعويذاتهم، ولكن الصدمه انه ما بيتاثرش. سيفن بيقول بقى ده منظر سلايم، الله يخرب بيتك يا كري. بيمسك قوسه وبيطلق عليه بالسريع من الاسهم، ولكنه برضه ما بيتاثرش. يعني حتى الهجمات الجسديه ما تنفعش ضده. ما ينفعش نسيب الكائن ده يوصل للعاصمه. بيروح ياخد الجرعه من تانية وبيحاول يجذب انتباه الوحش ناحيته، وفعلا خطته بتنجح والوحش بينط في الهواء وبيروح وراه. مجرد ما بيقرب بيحط الجرعه تحته وبيسيبها تنفجر فيه، ولكن المفاجاه انه بيقدر يمتصها وبيتكيف عليها. سيفن بيبقى هيتشل. هو ليه دايما لازم يدينا مهمات صعبه؟ مش هيرتاح غير لما يقتلنا. ايه اللي المفروض نعمله مع وحش زي ده؟ في اللحظه دي اشتري بتوصل وبتقول لهم ان قدره الوحش ده هو انه بيقدر يلغي السحر. العيال بيبقوا مصدومين، واشتري بتقول لهم ان كري طلب منها تيجي على هنا لانه كان حاسس ان الوضع هيسوء. بتبدا تحلل في جسم الوحش وبتلاحظ ان جسمه عمال بيتبخر تدريجي، معنى كده ان الوحش بيحاول يمتص طاقه سحريه علشان يجدد في جسمه، وهو ده نفس السبب ورا عدم تاثره بالهجمات السحريه وانجذابه لسيفن. بتبص له بنظره كلها شفقه وبتقول يبدو كده ان التجربه دي فشلت. عموما ما تقلقوش، انا عندي الحل. بتطلع قلاده من معاها وبترميها عليه وبتطلب من سيفن انه ينشن عليها ويفجرها في الوحش، وفعلا الموضوع بينجح وجسم الوحش بيبدا في الاختفاء. بتقول لهم اللي انا رميته كان معدن مضاد للسحر، وهي دي بقى نقطه ضعف الوحش. وبيوصل الخبر لمنظمه الاكاشي، يبقوا مصدومين ان اشتري قدرت تفهم طبيعه الوحش وتهزمه في اقل من دقيقه. وجوه الخيمه بيعملوا اجتماع علشان يناقشوا ايه اللي هيعملوه. اشتري بتعرفوا من اللي كان ورا الموضوع ده هي غالبا منظمه بتدعى منظمه الاكاشي، وغالبا هم اللي كانوا ورا الحالات الغريبه اللي كانت بتحصل في الخزائن مؤخرا. تالية بتقول لها بس معنى كده انهم بيمتلكوا عدد كبير من المعدات تحت الارض. بتقول لها بالظبط، ولا اكيد كمان ان الوحش ده مش هيكون الاخير. للاسف القلاده دي كانت اخر معدن معايا، فما توقعتش خالص ان انا هنقاتل وحش زي ده. بس ما تقلقوش، حالا هبدا في تحليل موقعهم. بالعدد ده من الصيادين فالموضوع هيكون ممكن. انا ضعيفه وما عنديش اي مهارات في القتال، علشان كده عايزاكم تساعدوني. وبعد انتهاء الاجتماع سيفين بيتكلم مع المساعد بتاعه وبيحذره ياخد باله منها. بيقول له هي بتقول على نفسها انها ضعيفه، ولكن للسبب ده بالذات فهي فاكره انها تقدر تعمل اي حاجه وتفلت منها بحجه انها ضعيفه. في رايي هي كمان تبقى وحش زي باقي اعضاء النفوس الحزينه. وعلى الناحيه الثانيه صوفيا بتدي امر لاعضاء المنظمه بانهم يبعتوا باقي الوحوش المتحوله واحد ورا الثاني. فريكو والباقي بيستغربوا، هي صوفيا دي بتفكر في ايه بالظبط؟ لو بعتناهم واحد بواحد فده هيسهل عليهم هزيمتهم بشكل فردي. يبدو كده انها مجرد عالمه وما تعرفش يعني ايه معركه حقيقيه. بيطلب منهم انهم يستدعوها، ولكنهم بيقولوا له انها راحت تتفقد انظمه الدفاع ومش بترد على التليفون. الواد ساعتها بيبتسم ابتسامه خبيثه وبيقول يبدو كده ان لازم اوريها خبرتي في المعركه، وبيأمرهم يبعتوا كل الوحوش دفعه واحده ويسحقوا العدو. وعلى الناحيه الثانيه اشتري بتحاول تستوجب الرهائن، ولكنهم بيرفضوا يعترفوا على زعيمهم. بتقول لهم تمام انتوا اللي اخترتوا. بتطلع من معاها جرعه سحريه وناويه تشربها لهم، ولكن واحد من اعضاء الفريق بيعترض بيقول لها مش دي برضه جرعه غير قانونيه؟ المفروض انها كانت بتستخدم في اجبار الناس على الاعتراف ومحو ذكرياتهم. جرعه زي دي خطيره جدا. ايه اللي بتعمله معاكي بالظبط؟ بتقول له ده علشان العداله، الغايه تبرر الوسيله. جرم بيقول لها انا فاهم قصدك، بس دول مجرد اسرى مش مجرمين. انت من بين كل الناس لازم تكوني فاهمه ده. ولكن اشتري بتقول له انها كانت بتهزر ودي مجرد ماء ملونه مش اكتر. حتى شوف وبتشربها علشان تثبت لهم. وفي خلال ما هم بيتكلموا واحد من الوحوش المتحوله بيوصل على المكان وبيبدا يقرب عليهم، والمره دي كمان لونه مختلف وبيتحرك بشكل اسرع. اشتري بتطلب من كل المغامرين انهم يحاولوا ياخروه عما تلاقي طريقه تهزموا بيها. بتحاول تحلل في نقط ضعفه، ولكن وحش جديد بيظهر والهجمات السحريه مش بتاثر فيهم والاصابات عماله بتكتر، ويبدو كده ان دي نهايتهم. ولكن فجاه اشتري بتقول لهم ما توقعتش ان منظمه الاكاشي يكونوا اغبياء للدرجه دي، وبتطلب من كل السحره انهم يوقفوا هجماتهم ويتراجعوا لورا. وبمجرد ما بيلغوا هجماتهم بنشوف ان الوحشين بيبداوا يقربوا من بعض وبيدوا بعض بالبوكس. محدش فاهم حاجه. وبيتضح يا صديقي ان الوحوش دي في الاساس بتنجذب للطاقه السحريه، وكانوا بينجذبوا للصيادين بسبب الهجمات السحريه اللي هم بيطلقوها، ولانهم ابطلوها بداوا ينجذبوا لغيرهم من الوحوش المتحوله، وده لانهم مصنوعين من المانا. ودلوقتي بس عرفنا ان صوفيا كانت طلبت منهم يبعتوا الوحوش دي واحد واحد. ومن نص الغابه بيظهر وحش جديد وبيطلع على اخواته ويتخانق معاهم. باقي الوحوش هم كمان بيبداوا يظهروا في نفس الوقت، والوضع حرفيا غباء رسمي. وبيوصل الخبر لرئيس المنظمه وبيفضل يهزأ في اتباعه. صوفيا بتتريق على فريك وبتقول له لو كنت شغلت دماغك شويه كنت هتقدر تستنتج انا ليه اديت الامر ده. الفكره وما فيها انك بتفتقد لعنصر الخيال. عموما اللي حصل حصل، دلوقتي الوضع اتغير، فمش بس خصمنا يبقى الالف حيله، لا ده كمان في صياد سابق من المستوى السابع انضم للمعركه. المعركه بقت اصعب عن الاول، ولكن ما ينفعش نتراجع دلوقتي والا سمعتنا هتتاثر. لسه عندنا اخر اسلحتنا اكل الحقد. المشكله دلوقتي انهم لسه مش جاهزين للمعركه، علشان كده هنحتاج لساحر قوي يتحكم فيهم. لحظتك اجت يا فليك، لو ساحر زيك هو اللي قادهم اكيد مستحيل يفشل، ولا انت شايف ايه؟ وفعلا فليك بيقبل المهمه وبيوعد الزعيم انه هيخلص
يخلص عليهم ويجيب له راس اشتوري. وفي نفس الوقت ده كانت اشتوري قدرت تكتشف موقع العدو عن طريق تحليل خطوط الطاقه والاماكن اللي ظهرت منها الوحوش وطاقتها. الاثنين الاسرى بيحاولوا ينكروا صحه كلامها، وده اللي بياكد لها ان استنتاجها صح. بيفضلوا يصيحوا يستنجدوا بصوفيا علشان تنقذهم، ولكنها ما بتردش عليهم. بقى المغامرين بيكونوا مستغربين وبيقولوا لها هي مين صوفيا دي. اشتوري بتقول لهم دي تبقى عدوتي، اسمها الحقيقي هو صوفيا بلاك، وتبقى قلب المنظمه. طول ما احنا ما بدناش عليها هي ونكتس في الابحاث دي عمرها ما هتنتهي ابدا. بس انا مش هخسر، بوعدكم ان هقبض عليها هحطها في سجن جنوب استوريا. وفي عالم تاني خالص كريبي وافترول فريق التحقيق برفقه كل من ليز وتينا. اي نعم كان نفسه اتاخر اكتر، ولكن للاسف لسه صممت تيجي، ولانه ما بيشوفش في الضلمه فبيشغل واحده من ادواته الاثريه وبتنور له الطريق. وعند فريق التحقيق بيبقوا متوجهين لمكان المنظمه برفقه كل من اشتري وجارم وسيفن، ولكن فجاه صاعقه كهربائيه بتنزل عليهم وبتدمر المكان. وهي دي بقى قدره اكل الحقد. فليك بينزل من عليه وبيفضل يضحك، بيقول لهم اتفرجوا هي دي قوتي الحقيقيه، هخلص عليكم هنا واثبت للزعيم ان احسن من صوفيا. ولكن اشتري بتوصل على المكان وما بتبقاش اتاثرت بالتعويذه. بتقول له التعويذه دي ما تجيش حاجه جنب خزائن الكنوز العاليه اللي احنا بندخلها. بتطلع من معاها مسدس ميه بتطلقه على سيفن بتعالج له كل اصاباته. وسريعا سيفن بيقوم يجيب السيف وبيخلص على فليك. بيهاجم الوحش ولكنه بيكون حاجه السحر وبيتصدى لسه هيخلص عليه، ولكن جارمو بيوصل وبينقذه. وبيوصل الخبر لرئيس المنظمه وبيبقى هيتجنن. هو ليه ما بينفذش الكلام اللي بيتقال له؟ صوفيا قالت له ياخد معاه كل الوحوش، ليه مش قادر ينفذ حتى امر واحد؟ بس لا، لسه الموضوع ما انتهاش، لسه فاضل معانا ورقه رابحه اخيره. اكاشا ده غير كمان صوفيا، احنا مش هنتخلى عن المكان ده غير لما نخسر. وبيدي الامر لاتباعه بتجهيز اكاشا والاستعداد للقتال. وبره الكهف فريق الهجوم بيكون وصلوا على المكان وبيلاقي اتنين من اكل الحقد مستنيينهم على المدخل. ولكن جارمي بيتحمس وبيقول في نفسه انه مش هيسمح لليز انها تتفوق عليه، انا لسه شاب وقادر اقدم. في نفس الوقت ده كريو فرقته بيكون وصلوا على مكان المعركه بين اشتوري وفليك، وبيستنتجوا من شكل الشجره ان في حاجه حصلت هنا. وعلى الناحيه الثانيه المعركه بتبدا بين منظمه الاكاشا وفريق الهجوم. رئيس المنظمه بيقرر يكشف عن ورقتهم الاخيره واللي يبقى عباره عن روت مدرع محصن ضد جميع انواع الهجمات السحريه وكمان الجسديه. وبالفعل بيطلقوا عليهم وحتى جارمي مش قادر يتصدى له. اكاشا من تحت واكل الحقد من فوق، سيفن بيتصاب وحرفيا الوضع خرج عن السيطره. ولكن فجاه واحد من اكل الحقد بيتلقى ضربه خاطفه وبيسقط على الارض. ليز وصلت اخيرا. وعندك ري فجاه مفعول الادله السريه بينتهي والواد ما عادش شايف حاجه، ويبدو كده ان لسه له بدري عما يوصل. نرجع بقى للمعركه اللي بمجرد وصول ليز الوضع بيتقلب لصالح سيفن والبقيه. بتخلص على اكل الحقد وبعدها بتنطلق على لاكاشا وبتسدد له قبل سريع من الركلات. جارم هو كمان بيجريها وسيفن بيدعمهم بالاسهم. ولكن المفاجاه ان كل ده ما بيأثرش فيه، لا ده وكمان بينط في الهواء بالرغم من حجمه العملاق، بالظبط زي انسيم عضو النفوس الحزينه الخامس، واللي بيتميز ببنيه جسديه خارقه. بتستمر المعركه واكاشا بيطلع ليزر من ايديه ويهجم بيه على ليز. ليز بتحاول تفاديه وبتستمر في تسديد الضربات ليه بمساعده جارم، ولكنه برضه بيتصدى لها وحرفيا متانته مش طبيعيه. وبعد عناء ليز بتقع على الارض وبتقول لهم انها خلاص جابت اخرها، ما تقدرش تقاتل الوحش ده. في اللحظه دي كري بيوصل اخيرا وبتصدم من اللي قدامه. ده حته الحديده دي. ليز بتقول له للاسف حاولت اهزمه قبل ما تيجي ولكن ضرباتي مش شغاله ضده. اشتوري بتقول شكل كده المعركه دي انتهت. في اللحظه دي الوحش بينطلق على كري وجارم بيقول لكري يهرب حالا، ولكن تفتكر انه هيتهزم يا صديقي؟ فجاه الضربه بتتصد والوحش بيترمى لورا. كل اللي حواليه مصدومين، محدش لحق يشوف حاجه ولا حتى كري ذات نفسه. ولكن بشكل ما الوحش بيطفي وبتنتهي المعركه بانتصار كري عليه. بيتم بعدها اقتحام المكان ومصادره كل الابحاث والمواد اللي فيه. ولكن للاسف اعضاء المنظمه بيكونوا نجحوا في الهروب. جارم بيروح يتكلم مع سفين وبيقول له تفتكر ايه اللي كري عمله في الاخر؟ معقول يكون استخدم اثر؟ بيقول له كل اللي كري قاله ان الوحش طار من نفسه واترمى. يبدو كده انه عايز يسيب الموضوع ده سر. وبعد شويه اشتري بتروح تتكلم مع كري وكري بيسالها اذا كان في حاجه يقدر يساعد فيها بخصوص عدوتها صوفيا، ولكنها بتشكره وبتقول له انها هتحل الموضوع ده بنفسها. نروح بقى لمنظمه الاكاشي واللي بيوصل لهم خبر ان صوفيا اتسللت لعشره الالف حيله وان اتباعها شافوها وهي من ضمن فريق التحقيق. نوكتس بيقول لهم الالف حيله قدر يكتشف قضيه خزينه الذئب الابيض، وعلى الرغم من انه قدر يحدد موقعنا السري ولكنه رفض يتدخل. ما استبعدش كمان انه يكون عارف بخصوص صوفيا وسايبها علشان يراقب تحركاتها. انا مش قادر افهم الشخص ده، احنا خلاص ما عادش لينا قعاد هنا. استدعى صوفيا وطلبوا منها ترجع بسرعه، هنغادر المكان ده في اسرع وقت. وعلى الناحيه الثانيه جارم بيطلب من كري انه يقول له على تفاصيل الحادثه اللي بتخص منظمه الاكاشي، ولكنه بيقول له انه ما يعرفش حاجه. اعضاء الحكومه هم كمان بيقولوا له مش وقت سريه، احنا معترفين ان شبكه استخباراتك اقوى من شبكتنا، بس الحادث ده له علاقه بمستقبل الدوله، بصفتك مواطن فيها فمن واجبك انك تتعاون معانا. يا جدعان والله ما اعرف حاجه. بيقول لهم اسالوا اشتوري، هي اللي مسؤوله عن المهمه دي مش انا. ولكن اعضاء الحكومه ما بيكونوش عايزين يستدعوها ده بسبب الحادثه اللي حصلت قبل 3 سنين، واتهمهم لاشتوري بانها المسؤوله عن حادثه الهروب الجماعي من سجن استوريا. ولولا اللي جارم عمله وقتها ودفاعه عنها كان زمان اشتوري فضلت متهمه بحاجه هي ما عملتهاش. وبسبب الحادثه دي فتم تخفيض رتبتها واعطائها اسم ديب بلاك او اسود قاتم. ولحد دلوقتي في اغلب المجرمين اللي هربوا من السجن لسه احرار ومش عارفين نقبض عليهم. نروح بقى للمنظمه وبنشوفهم هم خاطفين تاليا، ورئيس المنظمه بيقول لها كفايه تمثيل لحد كده يا صوفيا، احنا خلاص ما عادش عندنا وقت، جهزي نفسك علشان هنغادر العاصمه. ولكن تاليا بتعيط وبتقول له انها مش صوفيا. باقي الاعضاء بيبداوا يشكوا انها تكون القت تعويذه على نفسها علشان الف حيله ما يقدرش يكشفها. ولكن المفاجاه ان الوحش اللي مربيها هو كمان ما بيتعرفش عليها. نوكتس وقتها بتاكد ان في حاجه غلط وبيقول لها انت مين بالظبط. وفجاه صوفيا الحقيقيه بتوصل
بتدخل على المكان وبتقول لهم انا اسف علشان اتاخرت، كان عندي كام حاجه لازم اخلصها. كل الموجودين بيبقوا مصدومين ونكتس بيقول لها انت ازاي مش متفاجئه ان في حد شبهك بالظبط يا صوفيا، ولكنها بتبدا تضحك وبتقول له غلطان، مش هي اللي شبهي، ده انا اللي شبهها. وبعدين لو ركزت هتلاقي ان احنا مش شبه بعض بالظبط، في اختلاف في الطول ولون العينين ونبره الصوت وحاجات تانية كتير. بتشيل الشعر من عليها وبنتصدم من اللي شايفينه، ده هي اشتوري حرفيا محدش فاهم حاجه. بيقول لها انت بتعملي ايه هنا ووديتي صوفيا فين؟ بتقول له انت لسه ما فهمتش من البدايه وانا هي صوفيا بلاك هي نفسها اشتوري سمارت. يا نهار ابيض، يعني اشتوري هي اللي طلعت ورا كل ده. بتقول لهم ما تفهمونيش غلط، السبب اللي خلاني انضم للمنظمه هو انجذاب القدرات زعيمنا زيكم، فانا بحترم وبقدر موهبته. مش قادر حتى اتخيل مقدار الجهد والوقت اللي احتاجه علشان يصنع كل الادوات دي ويبني المنظمه، ولكن خلاص اللعبه انتهت. كري سابكم تعيشوا كتحذير ليكم وليا في نفس الوقت، عايز يقول لي ان كفايه كده لعب وارجع للبيت، علشان كده المنظمه دي لازم تنتهي. بالنسبه لقدرات اكاشا فانا كنت عايز اختبره اكتر من كده، ولكن بمجرد وصول كري خليته ينط لورا عشان يبان انه هزم والموضوع ينتهي من غير خسائر. من هنا ورايح هتم مصادره كل ابحاثنا وانتوا هيتم القبض عليكم ورميكم في السجن، بس ما تقلقوش انا هكمل مكانكم. نوكتاس بيبقى مرعوب وبيقول لها انت مجنونه، انت فعلا فاكره ان الغايه تبرر الوسيله؟ دلوقتي بس عرفت انت ليه كان مشتبه بيكي في حادثه الهروب قبل 3 سنين. وبيناديها بديبي بلاك. في اللحظه دي اشتريت عبارها بتتغير وبتقول له انا فعلا بكره الاسم ده، فده دليل على فشلي. من هنا ورايح صوفيا بلاك هتختفي من الوجود وهتبقى انت ديبي بلاك. نوكتاس وقتها بيتعصب ويمر الوحش انه يهاجمها، ولكنه طبعا بيرفض، ففي الاساس اشتري هي اللي صنعته، والحيوانات ما بيفرقش معاها الشكل. نوكتاس بيقرر يستخدم سحره عليها وبيهاجمها بتعويذه ناريه، ولكن المفاجاه ان اشتري ما بتتاثرش. بتقول له خليني اشرح لك السبب، ده يبقى نتيجه بحث الخاص. على عكس الاشباح المتحوله فده بيتغذى على المانا علشان ينمو، ده سميه اشتوري سلايم. نوكتاس بيقول لها بس لو كان بيتغذى على المانا علشان ينمو فده معناه انه هيلتهم العالم باكمله، انت اكيد مجنونه. تقول له علشان كده انا عايز اختبر قدراته، لحسن حظي فانا اقدر اجربه على سحر اقوياء زيكم. في الوقت ده غاز دخاني بيبدا ينتشر ونوكتاس بياخد بعضه وبيقرر يهرب، ولكن فجاه شخص ملثم بيعترض طريقه على المدخل، بس ده مش شخص، لا ده مسخ مرعب. اشتوري بتوصل وبتقول له بما اني اضعف واحده في النفوس الحزينه فكنت محتاجه لحاجه تعوض النقطه دي، مشكلتي الوحيده علشان اصنعه كانت هي المواد، كنت محتاجه المواد عاليه الجوده، وسجن هيستوريا كان هو المكان المناسب. ايوه صديقي، اشتوري فعلا كانت هي اللي ورا الحادثه، حرفيا مجنونه، ديبي بلاك بحقه حقيقي. بتقول له للاسف على الرغم اني اطلقت عدد كبير منهم ولكن المواد اللي جمعتها كانت كفايه لصنع واحد بس. بتلبس القناع بتاعها بتقول له شكرا على كل حاجه علمتها لي، وبتؤمر الوحش يخلص عليه. وفي الصباح بينتشر خبر هزيمه اعضاء منظمه الاكاشي على شخص مجهول وتم القبض عليهم ومصادره كل ابحاثهم. كري بيقول غريبه، ممكن يكون عملوا تجربه غريبه وفرقعت في وشهم، عموما مالناش دعوه. اشتوري بتقول له انا عمل صعبان عليا اللي حصل لنوكتس، بس انت برضه محتاج لحد علشان تلبسه الجريمه. المواد اللي تم مصادرتها هيتم بيعها في مزاد من قبل معهد الاثار، ولو امكن فانا بتمنى اننا نحط ايدينا على اكاشا واكل الحقد. كري بيقول في نفسه ايه اكل الحقد ده نوع عصير ده ولا ايه؟ بيقول لها تمام هحاول اتفاوض عليه. وصحيح ايه اللي حصل لعدوتك اللدوده؟ بتقول له راحت بعيد ووعدتني انها مش هتيجي تاني. بيتم بعدها عمل اجتماع من الجمعيه علشان يناقشوا تداعيات حادثه برج الاكاشي، وكري بيقول لهم انه عايز ياخد ربوط الاكاشا وعصير الحقد لو امكن. الباقيين بيتصدموا، قصدك اكل الحقد؟ ايه اللي انت ناوي تعمله بيه بالظبط؟ بيقول لهم هي دي محتاجه؟ اكيد يعني هشربه. الباقيين بيتصدموا اكتر، انت اكيد بتهزر. وكري وستون مش فاهم حاجه. وبعد انتهاء الاجتماع بيتم الموافقه على طلب بخصوص اكل الحقد، ولكنهم بيرفضوا يدوا اكاشا. كري بيقول لها يا خساره، كان نفسي اجيب لك اكاشا بس ما باليد حيله، محدش بياخد كل حاجه. بتروح بعدها تسبقه علشان تهتم بعمليه الاستلام، وكري بيروح يستناها بره. وفي طريقه بيقابل جارمو اللي بيقول له انه عايزه في موضوع. بيقعدوا يتكلموا وجارمو بيقول له ان في فريق جديد قوي وصل على العاصمه واسمهم هو ارض الضباب، القائد بتاعهم يبقى قاتل تنين وصياد من المستوى السابع، شخص قدر يهزم تنين رعد قبل كده ولقبه هو البرق الساحق ارنولد هيل. كري بيقول له ايه يعني؟ ما انا كمان قاتل تنانين. جارمو وقتها بيضحك وبيقول له بحاول ما تعملش مشاكل معاه، وقبل ما يمشي بيديله خبطه خفيفه على ظهره بتكسر له واحد من خواتم الحمايه بتاعته. يعني يا ابني. وبنعرف يا صديقي ان مزاد زيبورتيا اللي بيتم عقده كل سنه خلاص بقى على الابواب، ويبقى عباره عن حدث سنوي فخم بيتم فيه عرض عدد كبير من الاثار النادره والمتنوعه للبيع. مزاد زي ده اي حد مهووس بالاثار بيستناه كل سنه. كري بيبقى هيموت ويروح لكنه للاسف مفلس. بيقول في نفسه لو زنقت معايا ممكن استلف من اشتوري، ولكن المشكله انه بيبقى مستلف منها مبلغ كبير ولحد دلوقتي لسه ما سددش اي حاجه من اللي عليه. وبتقطع تفكيره موظفه الاستقبال كلو اللي بالمناسبه تبقى بنت اخت جارم. بتساله اذا كان سمع عن قاتل التنانين اللي لسه واصل جديد، ولكن كري بيبقى نسى الموضوع وبيفكروا نوع من انواع الزيت. وفي خلال كده اشتوري بتكون انتهت من عمليه الاستلام وبياخدوا بعضهم وبيمشوا، وهم خارجين بيعدوا من جنب ارنولد وفريقه ومحدش فيهم بيتعرف على التاني. بيرجعوا بعدها على البيت واكل الحقد
الحقد بيفضل يلعب مع كري، ولانه بيمتص المانا فبيفضل يمتص في المانا بتاعت كري وبيكسر له عدد كبير من خواتم الحمايه. اشتري بعدها بتاخده وتقول له ما يضايقش كري اكتر من كده. كري بيقول في نفسه انا في موقف وحش، لازم اشحن ادواتي بسرعه قبل ما الواد ده يخلص عليا. بيسالها امتى لوسي هترجع، ولكن اشتري بتعرفه ان الموضوع لسه مطول بسبب ان في وحش جديد ظهر في الخزينه ولوك مصمم يقاتله لوحده. وبالمناسبه فلوسي تبقى ساحره الفريق واخت كري الصغيره، ولان ادواته الاثريه كتيره فما فيش غيرها يقدر يشحنها كلها. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف فريق ارض الضباب هم متعصبين، وده لان موظفه الاستقبال ما تعرفتش على ارنولد وفكرته لسه مغامر جديد، وعلشان كده بياخدوا الموضوع بشكل شخصي وبيقرروا انهم هيوروا المدينه دي واهلها من هم فريق ارض الضباب. في نفس الوقت ده اشتري بتجيلها فكره تخليهم يقدروا يشحنوا كل ادوات كري الاثريه من غير ما يستنوا لوسيا. بتروح تجمع كل اعضاء النقابه، بتقول لهم ان كري عامل لهم تدريب من نوع خاص يزود من قوتهم السحريه، بس ما تقلقوش المره دي التدريب مش هيكون مميت، واي حد هينجح في التدريب ده هيبقى عنده القدره انه يجاري لوسيا اقوى ساحره في العاصمه. طبعا كلهم بيتصدموا، تدريب ايه ده اللي ممكن يخليك قوي زيها؟ وفي خلال كده بتيجي قائده حزب ستار لايت وبتطلب منها توضح اكتر. وبالمناسبه يا صديقي في حزب ستار لايت يبقى من اقوى 3 احزاب في عشره الخطوات الاولى بعد حزب ارك الشجعان، ويبقى حزب مميز اعضاء مكونين من الالف اللي في الاساس بيعيشوا فترات طويله وعندهم موهبه فطريه في السحر، وبسبب موهبتهم دي فهم مش بيعترفوا بالسحره البشر اللي مش بنفس قوتهم، عدا لوسيا اللي تعتبر بالنسبه لهم استثناء وبيحترموها بصفتها ساحره موهبه عاليه. بتقول لها بقى عايزه تقنعيني ان في تدريب على وجه الارض ممكن يخليك في قوه لوسيا؟ اشتري بقى بتبدا تمارس العابها وتقول لها ان لوسيا اساسا بقت اقوى ساحره في العاصمه بسبب التدريب ده. وفي خلال كده واحده من ضمن المغامرين بتقرر انها تتطوع وتجرب التدريب اللي هي بتتكلم عنه، وفعلا اشتري بتجيب واحده من خواتم كيري وبتطلب منها تشحنه. بتبدا تشحنه وبعد شويه وقت وجهد بتكون انتهت. ها وبعدين فين التدريب برضه؟ ولكن اشتري بتجيب لها خاتم تاني وبتطلب منها تكمل. وبعد فتره البنت خلاص بتكون جابت اخرها بعد الخاتم الثالث وبيغمى عليها. اشتري بتبدا تشرح وتقول لهم زي ما انت شفت فكل شخص بيمتلك حد معين من الطاقه السحريه، ولو استهلكتوا زياده عن اللزوم هتوصلوا لحاله استنزاف وهيغمى عليكم، ولكن اللحظه دي بالذات هي فرصتك. فمن مجرد تعفيه جسمك هيحاول يتكيف على الوضع ده ومخزونك من الطاقه السحريه هيزيد ولو بنسبه صغيره. سيفن بيقول لها بس عمليه التعافي بتحتاج لوقت وجهد كبير علشان تنتهي، كده الموضوع هيتطلب سنين. اشتري بتقول لهم وانا عندي الحل. بتطلع من معاها جرعه سحريه وبتديها للبنت، وبمجرد ما بتعمل كده البنت بتفوق للحظات وبيرجع يغمى عليها. بتقول لهم هو كده مش هتحتاجوا الوقت طويل علشان تتحسنوا. اي نعم الموضوع متعب بس مفيش مكاسب من غير الم. لوسيا نفسها بقت اقوى من خلال الاستنزاف والتعافي المئات المرات، وفعلا كل المغامرين وقتها بيتحمسوا وبيبداوا يتطوعوا واحد ورا التاني، ويشتري بتجيب لهم كل الادوات الاثريه اللي محتاجه تتشحن، وبكده تكون نجحت خطتها وضربت عصفورين بحجر، شحنت لكري ادواته ودربت اعضاء الحزب. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ارك وهو بيتكلم مع واحد من النبلاء وبيعرض عليه انه يسيب عشيره الخطوات الاولى وياسسوا عشيره خاصه لنفسهم، ولكن ارك بيرفض وبيقول له انه لسه مش جاهز ولسه قدامه حاجات كتير هيتعلمها من كري. الثاني بيستغرب وبيقول ما توقعتش ان يكون في صياد يقدر ينافسك، بس عموما كلها مساله وقت وهتتخطاه. وفي الصباح كري بيقرر انه ياخد تينا وليزو ويشتوري ويروحوا هما الاربعه يحتفلوا بمناسبه رجوعهم من البيت، وفي نفس الوقت ده اعضاء فريق ارض الضباب بيبقوا عمالين يتجولوا في العاصمه وبيقرروا انهم يروحوا يرتاحوا في احد الحانات، وجوه الحانه اشتري بتبقى حاطط لليز منوم في العصير علشان تفوز في التحدي. وبعد فتره هما الاثنين بيكونوا هلوسوا واشتري بتقول لي كري جاوبني بصراحه، انا بالنسبه لك مجرد بنك مش كده؟ انت حتى ما عندكش اي فكره عن كميه الفلوس اللي انا سلفتها لك، دول 10 ارقام 10 ارقام يعني مبلغ بيتراوح بين 10 ل 100 مليار صديقي. وفي خلال ما هم بيتخانقوا بيسمعوا اعضاء ارض الضباب هم بيتخانقوا مع المغامرين وبيقولوا لهم ان الشخص اللي قدامهم ده باقوى صياد في العاصمه الملقب بالبرق الساحق ارنولد هيل، وصياد من المستوى السابع. كري بيبقى حاسس انه سمع الاسم ده قبل كده ولكن مش قادر يفتكر امتى. ليز بقى ما بتقدرش تسيطر على حماسها وتروح تقدم له العصير، بيقول لها امشي من هنا ما عنديش وقت اضيعه مع طفله صغيره، ولكن قبل ما يكملها ليز بتكب العصير على دماغه وبتقول له بالهنا والشفاء، وعينك ما تشوف الا النور بالكوبايه وبتديله في نص دماغه. بتضربه هو بقى فريقه وبتقول له ايه ده انت صياد من المستوى السابع، انت ضعيف كده ليه؟ ده المغامرين بقى بيبداوا يهتفوا لها، كري بيجي يعتذر له على اللي ليز عملته وبياخدها وبيمشوا. وبكده فريق الضباب اللي كانوا جايين علشان يعملوا اسم لنفسهم اتعرضوا لهزيمه ساحقه وحكايتهم انتهت من قبل حتى ما تبدا. هي دي اخره اللي يجي على كري. وبس كده يا صديقي لحد هنا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا وانتهت معاه حكايه كري. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. فكالعاده لو الفيديو عجبك فيا ريت ما تنساش اللايك بتاعك وشاركونا اراءكم في الكومنتات. اشوفكم على خير في فيديو جديد وبس كده سلام.